اهلا بيكم شباب سنه اولى تجاره انجليش. خلاص يا شباب، ما بقاش فيه وقت والامتحانات قربت، وعايزين نلحق نلم وراك الجي بي اي اللي انت ضيعته في الميد ترم. فلو لسه تايه في ماده الاكاونتنج ومش عارف ازاي تلم الماده، فعايزك تسيب كل اللي في ايدك وتركز معايا في الكلمتين دول كويس جدا، لان انا في فيديو النهارده هخليك تلم منهج الاكاونتنج كله في شابترين اتنين بس او في فيديوهين اتنين بس. وفي نهاية الفيديو هعرفك ازاي تحل اسئلة الامتحانات عشان تكون عارف ازاي تفهم فكرة السؤال وانت في اللجنة، وازاي تحل الامتحان قبل الوقت بتاعه ما يخلص. فلو مستعد لده دوس لايك وشير القناة مع اصحابك في الكلية، عشان انا عايز فيديوهات المراجعة دي تلف جامعات مصر كلها. ولو اول مرة تشوف القناة اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك الجزء الثاني من الفاينل ريفيجن. نبدأ ببسم الله. اول حاجه شباب، لازم تبقى عارفين ان شاء الله الفاينل ريفيجن دوت هيكون البي دي اف بتاعه هسيبه لك في الديسكريبشن بتاع الفيديو عشان ترجع تذاكر من البي دي اف بعد ما تخلص الفيديو. طيب، احنا النهارده في الريفيجن هناخد بارت 1، وهعرفك دلوقتي ازاي الريفيجن او المراجعه النهائيه هنراجز هنذاكرها ازاي عشان خاطر نلخص الماده كلها. طيب مبدئيا كده لازم نكون عارفين ان احنا عندنا في الاكاونتنج 6 تشابترز في الترم الاول. طيب، اول بارت او اول تشابتر كان بيكلمنا عن حاجه اسمها الاكاونتنج ان اكشن، وبعد كده تشابتر 2 كلمنا عن الاكاونتنج سايكل او الدوره المحاسبيه، وتشابتر 3 كلمنا ازاي نعرف نعمل ادجستنج للاكاونتس، ازاي نعدل في الحسابات. وتشابتر 4 كان بيكلمنا بقى عن ان احنا نكمل الاكاونتنج سايكل، يعني نعمل الترايل بالانس ونعمل البوستنج ونعمل الادجستنج، نكمل الادجستنج عشان نرحل في الترايل بالانس. وبعد كده نعمل الكلوزنج عشان في شابتر 5 يكلمنا عن الاكاونتنج اللي بنستخدمها في الميرشندايزنج بيزنس او في الاعمال التجاريه او الانشطه التجاريه. جميل جدا. لحد تشابتر 5 في ناس عندها امتحانات منكم يوم 20 لحد يوم 24 هيمتحنوا في الفايف تشابترز دول. فانت لو ساقط منك اي جزئيه من اي تشابتر فيهم تقدر ترجع للفيديو بتاعه وتذاكره. طيب، الناس بقى اللي امتحانها بعد يوم 24 هيمتحنوا في السكس تشابترز. اخر تشابتر ده لسه ما اتشرحش على القناه، اللي هو بيتكلم عن الانفنتوري وبيتكلم عن الاكونت ريسيفبل والبي بي اي. طيب، الناس اللي امتحانها بعد يوم 24 او يوم 27 هنشرح قبل المراجعه ان شاء الله، هنشرح التشابتر 6 عشان يكون معاك الريفيجن دي والجزء الثاني بتاعها، وبعد كده الشرح اللي هينزل في التشابتر بتاع تشابتر 6 عشان يبقى كده معاك المنهج كامل. طيب، احنا المراجعه بتاعتنا هتمشي ازاي؟ لازم نكون عارفين ان المنهج اصلا عندك فيه جزئين. الامتحان عباره عن جزئين. اول جزء الجزء الثريتيكال اللي هو الجزء النظري. اه، ده بيجي في الامتحان ازاي؟ ده بيجي في اسئله الترو اور فولس، وبيجي في اسئله المالتيبل تشويسز او الاختيار من متعدد. طيب، والجزء الثاني من المنهج ده بيكلمنا عن الجزء النيوميريكال، اللي هو الجزء اللي فيه المسائل او الاسئله ازاي بقى تعرف تعمل الفاينانشال ستيتمنت، وازاي تعمل تحسب بقانون وتعوض بقانون، اللي هي المسائل المقاليه. يبقى انا عشان ابدا اراجع المنهج كله لازم اخد الجزء النظري ومعاه الاسئله اللي هتيجي، لان هو ده الامتحان. يبقى دي الاسئله اللي فيها النيوميريكال والاسئله اللي بنعوض بقوانين. طيب، احنا النهارده في بارت 1 ان شاء الله هنشرح الجزء الثيوريتيكال او الجزء النظري. هيبقى معاك باذن الله بعد الفيديو ده كل حاجه تخص المنهج في الاسئله اللي بتيجي في الترو اور فولس والمالتيبل تشويسز. وفي نهايه الفيديو زي ما عرفتك هعرفك بقى ازاي اصلا نتعود على اسئله الامتحان ونتعرض للاسئله دي قبل ما نخش اللجنه. طيب، اول حاجه كده في الجزء النظري هناخد بقى
الاسئله بتيجي ازاي او الشرح عامه. طيب مبدئيا كده تعالى نعرف حاجه اسمها التايب اوف بزنس. ايه تايب اوف بزنس ديت؟ دي انواع البيزنس او انواع الشركات. قال لك والله احنا عايزين نعرف انواع الشركات من وجهة نظر القانون، اللو بروسبكت او اللو اسبكت. يعني الشركات لما بتيجي تتأسس ايه الشكل القانوني بتاع كل شركة؟ فاحنا عندنا 3 انواع من الشركات. النوع الاولاني اسمه سول بروبريتور شيب. سول بروبريتور شيب اللي هي المنشأة الفردية. المنشأة الفردية. ودي كده من اسمها منشأة فردية. يعني ده بيزنس بيمتلكه وبيمانجد، عنده الإدارة بيمتلكه ويديره شخص واحد بس. يبقى تاني يبقى احنا عندنا السول بروبريتور شيب او المنشأة الفردية، ده عبارة عن شركة او بيزنس بيديرها وبيملكها شخص واحد اللي هو صاحب البيزنس. طيب هل انا ممكن في الامتحان لما يجي لي في التشويسز او يجي لي في الترو اور فولس يجيب لي مسمى تاني غير السول بروبريتور شيب؟ اقول لك ركز بقى في الجمله ديت. السول تريدر اللي هو التاجر، ما هو دوت السول بروبريتور شيب. يبقى ممكن في الامتحان ما يجيبلكش السول بروبريتور شيب اللي انت اصلا داخل مذاكرها ويجيب لك كل الكلام ده صح، ويقول لك ان ده ينطبق على السول تريدر. ما تخبطش لخمه في الامتحان، تبقى عارف ان السول تريدر هو السول بروبريتور شيب. طيب ايه النوع التاني من انواع الشركات؟ النوع التاني هو البارتنر شيب. دي عمليه شراكه ما بين اتنين او اكتر. فعشان كده بيقول لك الشراكه ده عباره عن بيزنس بيأوند، يمتلكه وبيمانجد، بيمتلكه ويديره على الاقل اتليست على الاقل 2 اونر. يبقى انا هنا الشراكه دي عباره عن شركه اتفتحت بيديرها وبيملكها على الاقل شخصين، المهم انها تكون مور ذان وان اونر. مور ذان وان اونر. ليه بقى؟ لان الوان اونر زي ما قلنا من شويه هو السول تريدر او السول بروبريتور شيب. طيب قال لك النمبر اوف اونرز دول، انت بتقول لي على الاقل 2. طيب هل ليها عدد معين يمتلكه ويدير الشركه؟ قال لك والله البارتنرز ممكن يكونوا 2، ممكن يكونوا 3، ممكن يكونوا 4. طب ايه مفتوحه؟ هنعرف دلوقتي مفتوحه ولا مش مفتوحه في العدد. ومن انواعها ان البارتنرشيب او الشراكه ممكن تكون جنرال بارتنرشيب يعني شركه تضامن، وليميتد بارتنرشيب دي شركات التوصيه البسيطه، وليميتد لايبيليتي بارتنرشيب. ليميتد لايبيليتي بارتنرشيب دي شركات المسؤوليه المحدوده. يبقى دي انواع شركات تندرج تحت مسمى الشركات البارتنرشيب اللي فيها شراكه، اللي بيمتلكها بارتنرز او شركاء عباره عن 2 او 3 او 4. وزي ما قلت لك عددهم مش مفتوح. ليه؟ لان النوع الثالث من البيزنس اسمه الكوربريشن. طيب ممكن يجيب لي مسمى تاني غير الكوربريشن، والكوربريشن هي الشركات المساهمه. الشركات المساهمه ممكن بدل ما يقول لك في الامتحان الكوربريشن يجيب لك مسمى تاني اسمه الليميتد كومباني. يبقى ركز الكوربريشن هي الليميتد كومباني، عشان لو جابها لك في الامتحان بمسمى الليميتد كومباني. طيب ايه بقى هي شركات المساهمه ديت؟ قال لك والله ده عباره عن بيزنس بيمتلك ويدير عدد كبير من الملاك، عدد كبير من الاونرز. يبقى هنا البيزنس ده عباره عن بيزنس بي اوند يمتلكه ومانجد. وخلينا في حته المانجمنت ديت ان هي ملارج نمبر بعدد كبير من الاونرز. الاونرز دول بقى اللي هم مين؟ الاونرز دول اللي هم الانفسترز، المساهمين او المستثمرين. يبقى الانفستورز والشير هولدرز، والشير هولدرز هم الستوك هولدرز. يبقى تاني بقى شباب نجمع النقطة دي تاني. انا عندي 3 انواع من البيزنس.
يا اما لو بيزنس بيديره شخص واحد ويمتلكه شخص واحد، يبقى دوت السول تريدر او السول بروبريتور شيب. جميل. النوع الثاني بيزنس بيديره ويمتلكه على الاقل شخصين، عددهم ممكن يوصل لكام؟ اتنين تلاتة اربعة من الشركاء. طيب لو زاد عن كده، لو عدد كبير جدا من الشركاء، يبقى ده تحول لحاجة اسمها الكوربريشن او الليميتد كومباني، اللي هي الشركات المساهمة. ده بيزنس بيمتلكه عدد كبير من الاونرز، والاونرز دول بنسميهم انفستورز اللي هم المستثمرين، والشير هولدرز اللي هم المساهمين. والشير هولدرز دي كلمة بتساويها الستوك هولدرز اللي هم حاملي الاسهم. اللي هم حاملي الاسهم. يعني انت لما تشتري سهم في شركة حديد عز، انت كده بقيت من ملاك في الشركة بتاعت حديد عز. ليه؟ لان انت بقيت ستيك هولدر، يعني حامل سهم، او شير هولدرز، او من المساهمين. طيب ايه تاني ممكن يجيبهولي في الجزء النظري؟ ان هو يجيب لك سؤال في التايبز اوف اكتيفيتيز، اللي هي انواع الانشطه. فاحنا عندنا نشاط الشركه ممكن يكون ثلاث حاجات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي شركه في الدنيا يا شباب بتقدم ثلاث انواع من الخدمات، ما فيهمش رابع. اول حاجه ان تكون شركه بتقدم سيرفيسز يعني خدمات، او شركه تجاريه بتقدم ميرشندايزنج بزنس، او شركه صناعيه هي اللي بتصنع المنتجات يعني شركه مانيفاكتشرنج بزنس. طيب ايه الفرق ما بين الثلاث انشطه؟ بكل بساطه، انا الشركه اللي هي بتقدم خدمات يعني سيرفيسز بزنس، دي شركه بتبروفايد يعني بتقدم خدمه او خدمات. وكلمه بروفايدنج ممكن نعوضها بكلمه تانية، ما يجيبلكش في الامتحان كلمه بروفايدنج، يجيب لك كلمه ريندرنج يعني بيقدم، او بيرفورمينج يعني بيؤدي خدمات. طب انا ليه كل شويه بقول لك ممكن يجيب لك في الامتحان دي الكلمه دي بدل الكلمه دي؟ عشان ما تبقاش انت داخل مذاكر حاجه معينه وتلاقي كلمه تانية تلخبطك في الامتحان. فانا بجيب لك كل البوسيبيليتيز اللي ممكن تقابلها في قلب ورقه الامتحان. يبقى انا الشركات اللي بتقدم خدمات، دي شركه بتقدم يعني providing او rendering او performing service، بتقدم خدمة مقابل تسعير معين، بتقدم خدمة مقابل المال. طيب دي زي ايه؟ دي زي البنك، ما بتقدمش منتجات، بتقدم خدمة، زي شركات الاتصال فودافون وموبينيل واورنج والكلام ده كله. زي شركات الماركتينج، دي بتقدم خدمات تسويق. وشركات الترانسبورتيشن زي شركات اوبر وكريم. طيب هو ايه الفرق بقى ما بين الخدمة اللي هي السيرفيس وما بين الجود؟ انت بتقول لنا البنك ما بيقدمش منتجات، بيقدم خدمات، وزيها شركات الاتصال وهكذا. الفرق ان الخدمة دي بتكون intangible goods. تاني الشركات اللي بتقدم خدمات اللي هي السيرفيسز بيزنس، دي بتقدم حاجة اسمها intangible goods، يعني سلع غير ملموسة. يعني ايه سلع غير ملموسة؟ يعني دي سلعة انت بتاخدها من البيزنس ده، بس لا انت ماسكها في ايدك ولا عينك شايفاها. يبقى دي اسمها سلع غير ملموسة. يعني انت لما تروح تشحن من فودافون او من ويت تشحن خط الاورنج بتاعك او خط التليفون بتاعك، هو بيشحنه، هل انت الشحن ده شفته بعينيك؟ لا. لمسته بايدك؟ لا. يبقى دي خدمة عبارة عن سلعة غير ملموسة. طيب ايه الشركات بقى اللي هي بتقدم الميرشندايزنج بيزنس، اللي بتقدم منتجات؟ الميرشندايزنج بيزنس يا شباب دي الشركات التجارية. الشركات التجارية، تمام، دي شركة بتروح تشتري المنتج عشان ترجع تبيعه تاني بسعر أعلى تاني. يبقى دي شركة هتروح تشتري المنتج. ايه ده تشتري المنتج؟ يعني بتشتري منتج نهائي فينيشد جود او فاينل جود بالظبط. بتروح تشتري المنتج النهائي دوت وترجع تبيعه لنا تاني عشان تكسب بفرق السعر. طيب دي زي ايه؟ زي كده كارفور وفتح الله. كارفور وفتح الله لا هو بيصنع المكرونه، ولا هو بيشتري مش عارف ايه، ولا بيصنع ايه، لا هو بيصنع ولا هو بينتج ولا الكلام ده كله.
كل اللي عليه ان هو بيروح لمورد ياخد منه اللحمه والفراخ ويرجع يبيعها لنا تاني بسعر اعلى. بس معنى ان احنا رحنا خدنا اللحمه والفراخ من فتح الله او من كارفور، احنا خدنا حاجه ماسكينها بايدينا وشايفاها عينينا، فده اسمه التانجبل جودز. تانجبل جودز يعني سلع ملموسه. يبقى ده الفرق ما بين المرشندايزنج بيزنس، سلع ملموسه، المرشندايزنج بيزنس والسيرفيسز بيزنس. طيب النوع التالي بيكلمنا عن المانيفاكتشرنج بيزنس. طب ايه المانيفاكتشرنج بيزنس ده؟ دي النشاط الصناعي، دي شركه بتصنع المنتجات النهائيه او الفاينل جودز. يبقى عشان تصنع، الشركه دي هتروح تشتري الرو ماتيريال. فاهم الفرق؟ هنا بتشتري الرو ماتيريال، الماده الخام، لكن المرشندايزنج بيزنس كانت بتشتري الفاينل جود او الفينيشد جود. اما المانيفاكتشرنج بيزنس هنا دي هتروح تشتري الرو ماتيريال او الماده الخام. فاكر بقى في المايكرو ايكونومي كنا خدنا ان الرو ماتيريال ديت من الانبوتس اللي عرفناها باسم الفاكتورز اوف برودكشن. تمام، انا بربط لك ليه الكلام عشان في الامتحان ما يقولكش ان هو بيروح يشتري ماده خام، يقول لك بيشتري انبوتس. خلاص، ما احنا عارفين ان دي ار ام اللي هي الرو ماتيريال. يقول لك بيدخل الفاكتور اوف برودكشن عشان يطلع لنا فينيشد جود. خلاص، يبقى دي برضو المانيفاكتشرنج بيزنس. طيب بيعمل ايه بقى المانيفاكتشرنج بيزنس ده؟ اتفقنا ان هو بيروح يشتري الماده الخام عشان ايه؟ عشان ينتج لنا الفاينل جودز او الفينيشد جود. تمام. اللي هيروح يبيعها لمين؟ هيروح يبيعها للمرشندايزنج بيزنس. فهمتوا يا شباب؟ طيب هو بيطلع لنا بقى الفاينل جودز دي منين؟ بيطلع لنا الفاينل جود ان هو لما راح اشترى الرو ماتيريال او الماده الخام، دخلها في عمليه البرودكشن بروسيس اللي احنا خدناها في المايكرو ايكونومي. يعني ايه؟ يعني هيدخل الماده الخام دي في المكن عنده باستخدام الليبرز او الوركرز عشان يطلع لنا الفينيشد جود. طيب وما دام طلع لنا فينيشد جود، يبقى هنا لما راح يبيع الماده الخام وطلعها الفينيشد جود وباعها لمورد او باعها مثلا لعميل، احنا رحنا اشترينا تانجبل جودز. زي حديد عز كده مثلا، يشتري المادة الخام عشان يدخلها في عملية تصنيع، يطلع لنا المنتج النهائي الملموس التانجبل ده اللي هو عبارة عن الحديد والصلب. طيب ايه تاني في الجزء النظري في منهج الاكاونتنج؟ ان هو يجيب لك سؤال كده من ضمن تعريف الاكاونتنج. فاحنا عرفنا ان الاكاونتنج دي عباره عن ايه؟ قال لك والله الاكاونتنج دي عباره عن انفورميشن سيستم، دي عباره عن نظم معلومات. دي شويه معلومات. الراجل المحاسب اللي شغال جوه الشركه لما تتخرجوا ان شاء الله وربنا يكرمكم، قال لك ان الراجل المحاسب ده بياخد المعلومات ديت ويعمل لها ايدنتيفاينج، وبعد كده يقيسها، يعمل لها ميشرنج، وبعد كده يسجلها، يعمل لها ريكوردنج. طب يبقى ايدنتيفاي، يبقى الاول بيتعرف عليها، بيحدد ايه هي الترانزاكشنز اللي موجوده او ايه هي الايكونوميك ايفنتس، وبعد كده يقيس الترانزاكشن ديت، يعمل لها ميشرنج. يعني ايه؟ يعني يحول الحدث ده لشيء داخل له فلوس او خارج منه فلوس. وبعد كده بعد ما اتاكد وعمل ايدنتيفاينج وعمل ميشرنج واتاكد انها معامله مرتبطه بفلوس، يروح يسجلها في الدفاتر المحاسبيه. تيجي هنا عمليه الريكوردنج. طيب يبقى الاكاونتنج عباره عن ايه يا شباب؟ دي عباره عن all economic events، كل الاحداث الاقتصاديه اللي بتتم جوه الشركه. فيوم جاي المحاسب شايف الاحداث الاقتصاديه ديت، هيعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، هيعمل ايدنتيفاينج، يحددها، يقيسها بفلوس، وبعد كده يسجلها في الدفاتر المحاسبيه. طيب هو بيعمل ليه بقى كل ده؟ عشان خاطر يربط او يعمل كوميونيكيشن الريزلتس او النتائج اللي طلعت له من الثلاث عمليات دول، عشان يطلع بنتائج. النتائج دي يطلع يوديها لمين؟ لليوزرز. وهناخد دلوقتي الفرق ما بين اليوزرز. طيب مين اليوزرز او المستخدمين او المستفيدين
من النتائج بتاعت الفاينانشال ريبورتس ديت؟ قال لك والله اليوزرز دول عباره عن حاجتين او نوعين، الانترنال يوزر والاكسترنال يوزر. الانترنال يوزر دول المستفيدين اللي موجودين جوه الشركه. جميل. طب والاكسترنال دول مستفيدين برضو من النتائج دي، بس موجودين فين مكانهم؟ بره الشركه. وهنعرف دلوقتي الفرق ما بينهم عشان لما يجي لك سؤال ترو اور فولس. الانترنال يوزر دول اللي موجودين جوه الشركه بيكونوا زي مين؟ دول الادارات او المستفيدين منها، البي او دي اللي هو البورد اوف دايركشن، اللي هو رئاسه مجلس الاداره اللي جوه الشركه. طب مين الاكسترنال اللي بره الشركه؟ قال لك دول مصلحه الضرائب اللي هي الجفرمنت، وكمان الشير هولدرز. فاكرين الشير هولدرز اللي اتكلمنا عليهم من شويه في الكوربريشن؟ او الشير هولدرز دول اللي سميناهم الستوك هولدرز، يعني حاملي الاسهم. دول برضو بنطلع لهم التقارير ديت، التقارير المحاسبية، عشان يعرفوا الشركة اللي هم مساهمين فيها بتكسب ولا بتخسر، بتحقق أرباح قد إيه، وهكذا. ونقطة عايزك تخلي بالك منها، يجي لك سؤال مثلا ترو اور فولس، يقول لك إيه؟ يقول لك إن من أنواع الاكسترنال يوزر دول حاجة اسمها، بدل الشير هولدرز يقول لك الستيك هولدرز. مين الستيك هولدرز؟ خلي بالك دي ستوك بالاو، ستوك هولدرز، ودي ستيك هولدر. الستوك هولدر دول حاملي الاسهم، اما الستيك هولدر دول اصحاب المصالح. فلما يجي يقول لك والله ان الاكسترنال يوزر دول هم ستيك هولدرز، هقول له صح. ايه ده؟ ليه؟ لان الستيك هولدرز دول كل اصحاب المصالح المرتبطين بالشركه، فدول اللي بياخدوا التقارير. طب دول زي مين؟ دول جواهم الستوك هولدرز والموردين والعملاء والضرايب وكل اللي ليهم مصلحه مع الشركه. طيب، طب دول بياخدوا التقارير ليه بقى، سواء الانترنال او الاكسترنال؟ قال لك والله عشان التقارير دي بتساعدهم in decision making، ان هم ياخدوا قرارات. والله احنا لما جينا التقارير المالية في نهاية السنة، نقدر نحدد احنا عايزين نزود مبيعات قد ايه، عندنا خسائر قد ايه عايزين نظبطها، المنتجات ايه اللي بتتباع واللي ما بتتباعش. هو ده الديسيجن ميكنج including البوك كيبنج بروسيس. يبقى كده من الاخر بقى، المحاسبه عباره عن ايه؟ ان اي حدث اقتصادي جوه الشركه، الحدث الاقتصادي ده معناه ايه؟ الشركه باعت، الشركه طلعت مصروف، الشركه دخل لها فلوس، هي دي الحدث الاقتصادي. هنروح نعمل الحدث الاقتصادي ده ايه؟ هنتعرف عليه الاول، نحدده، وبعد كده نقيسه بفلوس، وبعد كده نعمل له ريكوردنج، يعني نسجله في السيستم او في الدفاتر المحاسبيه. طيب، وبعد كده نقوم جاي عاملين تقارير ماليه او محاسبيه نوديها لنوعين من المستفيدين، يا اما انترنال يا اما اكسترنال، عشان ده بيساعدهم ان هم ياخدوا ديسيجن ميكنج. ومن ضمن المحاسبه ان احنا بنعمل بوك كيبنج بروسيس، اللي هي ايه بقى؟ دي عمليه التسجيل والترحيل والاعداد، اللي احنا هنتعرف عليها ان شاء الله لما نيجي نعمل الفاينانشال ستيتمنت، ونعمل ادجستنج ونعمل كلوزنج، وكل العمليات ديت اسمها البوك كيبنج، من ضمنها التسجيل. طيب، ايه تاني في الجزء النظري؟ تعالى بقى هنا هو بيعرفنا اكتر عن الانترنال يوزر والاكسترنال يوزر. طيب، مين هم الانترنال يوزر؟ قلنا دول اللي مستفيدين من التقارير اللي جوه الشركه. طيب، زي مين اللي جوه الشركه؟ زي ما قلنا البي او دي، اللي هو البورد اوف دايركتورز او البورد اوف دايركشن، اللي هم رؤساء مجلس الاداره. طب مين كمان جوه الشركه؟ اي كلمه بعدها مانجر او بعدها مانجمنت. ايه ده؟ بالظبط، اي كلمه هتلاقيها في الامتحان جنب منها كلمه مانجر او جنب منها كلمه مانجمنت، يبقى دي على طول
نختار انها انترنال يوزر. زي مين؟ زي الفاينانشال مانجمنت، الاداره الماليه، والماركتنج مانجمنت اللي هي اداره التسويق، والبرودكشن مانجمنت اللي هي اداره الانتاج. يبقى اي اداره دي معناها ان هم ناس جوه الشركه، يبقى على طول نختار انترنال يوزر. اما الاكسترنال يوزر دول الاونرز. ايه ده؟ انت هتلخبطنا ليه؟ هم مش الاونرز دول المفروض جوه الشركه؟ ما انا عايز افهمك بقى حاجه، ان الاونرز دول لو تفتكر من شويه لما جينا شرحنا الكوربريشن، قلنا ان الاونرز اللي هم الانفستورز المستثمرين، والشير هولدرز اللي هم حاملي الاسهم او اسمهم ستوك هولدرز. ما دول مش موجودين جوه الشركه، دول موجودين بره الشركه. زي ما بتشوف في شارك تانك كده، ان يجي مستثمر اللي هو الانفستور ملوش علاقه اصلا بالبيزنس ويمكن لسه ما شافهوش، يخش في يستثمر في البيزنس دوت، فهو اكسترنال يوزر. وكمان الشير هولدرز او الستوك هولدرز اللي هم الناس اللي بتشتري الاسهم. وكمان مين من الاكسترنال؟ الكريديتورز. مين الكريديتورز؟ الكريديتورز دول اللي هم المقرضين او الدائنين، دول اللي بيقرضوا الشركه فلوس. زي مين؟ زي البنك لما يدينا في الشركه قرض. والدائنين اللي ليهم عندنا فلوس، اللي ليهم عندنا فلوس عايزين تقارير ماليه، هيعملوا بيها ايه؟ ما انا عشان اكون مورد ليك انت في الشركه بتاعتك وتقول لي ورد لي بضاعه وهحاسبك بالاجل، يعني accounts payable، اقول لك والله انا ما اعرفكش، وريني كده حجم مبيعاتك وتعاملك مع الموردين اللي في السوق عامل ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني انا هطلع له تقارير بالظبط. يبقى عشان كده ده الكريديتورز اللي هم الدائنين زي الاكونتس بيبل وزي البنك بياخدوا تقارير ماليه وهم بره الشركه، اللي هم اكسترنال يوزر. طيب مين تاني من الاكسترنال يوزر؟ قال لك والله الانفستمنت بانك. مين الانفستمنت بانك؟ البروكريج، اللي هي شركات السمسرة. فين؟ في الستوك ماركت اللي هو البورصة. انت دلوقتي الشركة بتاعتك عايزة تخش تطرح اسهم في البورصة عشان تلم فلوس. تمام. عشان تعمل دوت لازم تنزل باسهم جوه البورصة. فالستوك ماركت هنا يقول له لا، قبل بقى ما اقول لك انت ينفع تنزل اسهم في السوق او لا، وريني كده التقارير بتاعتك والفاينانشال ستيتمنت بتاعتك وكل حاجة عن مبيعاتك وعن ارقامك وحجم تعاملاتك. فده اكسترنال يوزر. وزي ما عرفنا من شويه الضرايب يعني الجفرمنت، وزي الانشورنس التأمينات، وزي الليبر يونيون اللي هي مصلحة العمال. طيب نيجي بقى، مين اللي بيقدم التقارير؟ مين اللي بيقدم او مين النوع من الاكاونتنج اللي مسؤول عن تقديم التقارير جوه الشركة للانترنال يوزر ومين للاكسترنال يوزر؟ اللي مسؤول ان هو يقدم، اللي مسؤول ان هو يقدم التقارير للانترنال يوزر اللي جوه الشركه هو المانجيريال اكاونتنج. تاني، المانجيريال اكاونتنج يعني المحاسب الاداري. المحاسب الاداري جوه الشركه هو اللي مسؤول ان هو يطلع التقارير للانترنال يوزر. اما الفاينانشال اكاونتنج او المحاسبه الماليه يعني الراجل المحاسب المالي هو المسؤول انه يطلع التقارير ديت للاكسترنال يوزر. تمام. ايه تاني في النظري او في الجزء الثيوريتيكال؟ جاي بقى بيكلمنا عن الفاينانشال ستيتمنتس او القوائم الماليه. يجي لك سؤال كده اقول له والله ان القوائم الماليه دي عباره عن سيت اوف ريبورتس. مش دي التقارير اللي احنا عمالين نتكلم عليها من شويه؟ بالظبط. طب دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على فاينانشال انفورميشن، دي معلومات ماليه جوه الشركه. مظبوط. عن مين؟ عن كل الترانزاكشنز اللي موجوده جوه الشركه اللي احنا قلنا عليها من شويه، اسمها الايكونوميك ايفنتس. بالظبط. طيب وديت هيقدمها لنا ازاي؟ عن طريق ان هو يقدم لنا كل الايكونوميك ايفنتس ديت اللي اتعملت عن طريق الاكاونتنت او المحاسبين او قسم المحاسبه جوه الشركه. عباره عن ايه بقى؟
at end عباره عن تقارير بتتم اعدادها at end of accounting period. يبقى من الاخر الفاينانشال ستيتمنت او القوائم الماليه دي عباره عن مجموعه من التقارير بتحتوي على معلومات ماليه تخص الشركه عن كل الايكونوميك ايفنتس او الترانزاكشنز اللي تمت جوه الشركه. مين اللي مسؤول عن اعدادها؟ الاكاونتنج ديبارتمنت، يعني الناس الاكاونتنتس المحاسبين اللي زيي وزي حضرتك. عشان في نهاية السنة يقدم التقارير المالية ديت في صورة فاينانشال ستيتمنت أو قوائم مالية. إيه ده؟ هي القوائم المالية provided only at end of accounting period؟ أقول له غلط. ليه غلط؟ لأن التقارير المالية دي ممكن تتقدم في أكتر من وقت. ممكن أقدمها بصفة شهرية، ممكن أقدمها بصفة كوارترلي يعني ربع سنوية. ربع سنوي يعني كل 3 شهور، كل 3 شهور أروح أقدم تقارير مالية في صورة فاينانشال ستيتمنت. وفي تقارير بتتقدم بصورة سنوية في نهاية السنة. فعشان كده لو جالك سؤال في الامتحان يقول لك الفاينانشال ستيتمنت provided only at the end of accounting period، اقول له الكلام ده ايه؟ الكلام ده غلط، لان انا ممكن اقدم تقارير بصفة دورية، صفة كل شهر، ممكن تقارير احتاجها بعد 3 4 شهور، ممكن. واكيد في فاينانشال ستيتمنت بتتقدم في نهايه السنه زي البالانس شيت اللي هي الميزانيه العمومه، الميزانيه العموميه او المركز المالي. طيب ايه تاني ممكن يجيب لنا سؤال عليه في النظري؟ يجيب لك بقى سؤال عن الفاينانشال ستيتمنت نفسها. يقول لك سؤال في جزء من الفاينانشال ستيتمنت اللي هي الانكم ستيتمنت او قائمه الدخل. هنعرف ان قائمة الدخل دي عبارة عن ريبورت. مش احنا قلنا الفاينانشال ستيتمنت كلها عبارة عن فاينانشال ريبورتس او تقارير مالية؟ بالظبط. يبقى الانكم ستيتمنت دي عبارة عن تقرير مالي بيقدمه المحاسبين. عبارة عن ايه؟ عبارة عن الريفينيو والاكسبنسز. يبقى ده التقرير المختص فقط بالايرادات والمصروفات، عشان لما يجي يطرح المصروفات من الايرادات يديله يا اما نت انكم يا اما نت لوس. الشركه دي يا بتحقق صافي ربح يا بتحقق صافي خساره. وكل الكلام دوت بطريقه عمل الفاينانشال ستيتمنت هناخده في البارت الثاني من المراجعه النهائيه ان شاء الله، واحنا بناخد الجزء النيوميريكال. طيب لما يجي يكلمك بقى عن الاونرز ايكويتي ستيتمنت اللي هي قائمه الاونرز ايكويتي، حقوق الملكيه، يعني من الاخر بيكلمك عن التقارير الماليه اللي جواها معلومات تخص الكابيتال او راس المال بتاع الشركه. اقول له ده ريبورتس بيقدم لنا معلومات عن ايه؟ عن اللي تشينج في الكابيتال. ايه ده؟ التغير اللي حصل في راس المال، او اللي تشينج اللي حصل في الايكويتي اللي هي حقوق الملكيه. مش فاهم؟ يعني ده التقرير او القائمه اللي بتقدم لنا معلومات بتقول لنا والله الشركة دي أول ما بدأت كان رأس مالها بإكس دولار، النهاردة بعد سنتين ثلاثة وإحنا بنقدم تقارير مالية قول لي بقى التغير اللي حصل، اللي تشينج اللي حصل في رأس المال دوت، يا ترى هو زاد بقى عندنا 2 إكس دولار ولا قل بقى عندنا نص إكس دولار؟ هو ده قائمة حقوق الملكية اللي بتتكلم عن الكابيتال أو رأس المال. وتالت فاينانشال ستيتمنت معانا هي البالانس شيت اللي هي قائمة المركز المالي او بنسميها الميزانية العمومية. ودي اللي على طول بتتقدم at the end of the year. بتتقدم يوم 31/12 نعمل بقى الميزانية العمومية. طيب دي عبارة عن ايه؟ برضو ده فاينانشال ريبورت بيدينا معلومات عن ايه بقى؟ عن الفاينانشال بوزيشن. تاني، يبقى لما يجي لك في الامتحان يقول لك المالتيبل تشويسز ان البالانس شيت هي الفاينانشال ريبورت او الفاينانشال ستيتمنت الوحيدة المسؤولة عن تقديم او توضيح الفاينانشال بوزيشن او المركز المالي للشركة. اقول له على طول صح.
يعني ايه بقى المركز المالي؟ المركز المالي يعني بيقول لك انت عندك اسيتس يعني اصول قد ايه، وعندك liabilities يعني التزامات او خصوم قد ايه، ونسبة الاونرز ايكويتي مبلغها قد ايه، يعني عندك كابيتال من راس المال قد ايه. طيب، واخر فاينانشال ستيتمنت معانا هي الكاش فلو ستيتمنت. ايه الكاش فلو ستيتمنت دي؟ قائمة التدفقات النقدية. يعني ايه بقى قائمة تدفقات نقدية؟ قال لك والله ده عبارة عن فاينانشال ريبورتس، بيقدم لنا معلومات عن ايه؟ بيقدم لنا معلومات عن الكاش. مش هو اسمه كاش فلو؟ قال لك بقى عشان نعرف التدفقات النقدية، معنى كلمة تدفقات يعني ايه؟ يعني والله شوف انت في الشركة دخل لك كاش ان، يعني دخل الشركة قد ايه فلوس كاش، وكاش اوت يعني يا ترى الشركة طلعت فلوس كاش قد ايه، عشان في الاخر نقول سوري يا شباب، عشان في الاخر نقول احنا عندنا كاش ان، يعني كاش دخل لنا بقد كده، ونشيل منه الكاش اوت كل الفلوس الكاش اللي طلعت من عندنا، عشان يبقى لنا في الاخر مثلا 1 اكس من الدولار، مثلا 100,000 دولار. معنى كلمة 100,000 دولار دي بتشير لإيه أو بتريبريزنت الإيه؟ بتريبريزنت الحاجة اسمها إيه بقى؟ الليكويديتي. الليكويديتي اللي هي السيولة. الليكويديتي اللي هي السيولة اللي جوه الشركة. يعني من الآخر يعني إيه سيولة؟ يعني ده التقرير اللي بيقول لنا أنت عندك قد إيه فلوس كاش جوه الشركة. طيب، ايه تاني ممكن يتكلم عليه؟ تعالى بقى نتكلم عن الاسامبشنز اللي بص دي very very important، واحتمال كبير يجيب لك منها سؤال زي true or false او multiple choices. ايه بقى الاكاونتنج كونسبتس او مفاهيم المحاسبة، او يقول لك الاكاونتنج assumptions اللي هي الافتراضات المحاسبية، او يقول لك الاكاونتنج principles. كل دي مسميات للي احنا هنشرحه دلوقتي. طيب، عندنا اول افتراض او مبدأ جوه المحاسبة اسمه المونيتري يونت اسامبشن. ده افتراض او مبدأ الوحدة النقدية. طب ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ريكوردنج الترانزاكشن. هنسجل كل الايكونوميك ايفنتس في الدفاتر المحاسبية عندنا، اللي نقدر نشوئت او نبريزنت او نعبر عنها only في صورة فلوس. فلوس فقط. يبقى تاني، كلمة مونيتري يونت اسامبشن اللي هو مبدأ الوحدة النقدية، بيقول لك ده المبدأ اللي عليه بنسجل كل الترانزاكشن جوه الشركة اللي نقدر نعبر بيها عن طريق فلوس، او نعبر بيها بلغة الفلوس. طيب، عشان هم 6 اسامبشن، وانت عشان ما تتوهش في الامتحان، من الاخر كده شايف اول كلمة اربطها مع اخر كلمة. كلمة مونيتري اول ما اشوف المالتيبل تشويسز او في الترو اور فولس الاقيه بيتكلم عن ماني ترانزاكشن بيتحول او بيتعبر عنه بصورة الماني، يبقى ده المونيتري من غير ما افكر. اربط بقى الكلمتين مع بعض، الماني مونيتري. طيب، زي ايه مثلا؟ زي المبيعات. ما المبيعات ديت لما بنبيع بتترجم في صورة فلوس. زي البرشيسز، ما هو برضو لما نيجي نشتري بضاعة بنطلع فلوس. والكاش بيمنت الكاش اللي بندفعه، والكاش ريسيف اللي هو الكاش اللي بنستلمه. يعني ده زي الريفينيو وده زي الاكسبنسز. طيب، ايه المبدأ التاني؟ المبدأ التاني اسمه الايكونوميك انتيتي اسامبشن اللي هو مبدأ الوحدة الاقتصادية. طب دوت عايزين نعرف فيه ايه؟ بيقول لك احنا في المبدأ ده المفروض
احنا في المبدأ ده المفروض نعمل سيباريشن. يعني ايه سيباريشن؟ يعني نبدأ نفصل ما بين البيزنس اكتيفيتيز، يعني من الاخر كده حسابات الشركة، والاونرز اكتيفيتيز اللي هو حسابات صاحب الشركة. مش فاهم؟ يعني من الاخر المبدأ بتاع الايكونوميك انتيتي دوت بيقول لك وانت محاسب جوه الشركة لازم تعمل عملية سيباريشن او فصل، عملية فصل ما بين الحسابات بتاعت الشركة وفلوس الشركة، وحسابات صاحب الشركة وفلوس صاحب الشركة. يعني لما يجي لك صاحب الشركة يقول لك اديني 5000 جنيه اروح ادفع اشتراك الجيم بتاعي، اقول له والله يا باشا بص، انا هدي لك ال 5000 جنيه، بس دي هتتحط من ضمن حسابات الشركه ان الشركه سلفتك 5000. يا عم سلفتني ايه؟ ده انا صاحب الشركه. اقول له والله لا، ما هو من مبدأ الايكونوميك انتي دوت انا هعمل سيباريشن، فصل ما بينك انت كصاحب الشركه وما بين حسابات الشركه نفسها. فلما تيجي تقول لي سلفني 5000 جنيه، هقول لك والله انا هسجلها في دفاتر الشركه ان الشركه سلفت حضرتك كصاحب شركه، سلفتك 5000 جنيه. يعني ايه سلفتك؟ يعني انت بقيت مديون للشركه بال 5000 جنيه. طيب من الاخر عشان سؤال الامتحان، انا عايزك تربط ما بين الايكونوميك، اعرفها وسط التشويسز ازاي او اعرفها في الترو اور فولس ازاي. كلمة ايكونوميك جنب منها كده تساوي كلمة سيبريت، يعني تفصل، او سيباريشن، مبدأ الفصل. يبقى اول ما اشوف سيباريشن واول ما اشوف كلمة سيبريت اكاونتس على طول اقول ان ده الايكونوميك اسامبشن او مبدأ الوحدة الاقتصادية. تمام. ايه المبدأ الثالث؟ المبدأ الثالث الهيستوريكال كوست برنسبل، مبدأ التكلفة التاريخية، الهيستوريكال كوست برنسبل. ده بيكلمنا عن ايه بقى؟ اللونج تيرم اسيت. من الاول اهو، اول ما تشوف لونج تيرم اسيت واول ما تشوف كلمة كوست اوف اسيت يبقى ده بيكلمك عن الهيستوريكال كوست برنسبل او مبدأ التكلفة التاريخية. طب ده عبارة عن ايه؟ ده بيكلمك عن لما تيجي تشتري اسيت، لما تيجي تشتري اسيت او اصل، لما تيجي تسجله بقى في الدفاتر المحاسبية بتاعتك في الاكاونتنج سيستم في النظام المحاسبي، سجله بص بايه؟ سجله بالاوريجينال كوست. ايه الاوريجينال كوست ده؟ السعر اللي انت اشتريت بيه اللي هو البرشيزنج برايس. يعني انت لما تروح تشتري مثلا مكنه او معده او رحت اشتريت حته ارض، لما تيجي تسجلها ودفعت فيها 1,000,000 جنيه، روح سجلها في الدفاتر المحاسبيه بسعر الشراء اللي انت اشتريت بيه اللي هو ال1,000,000 جنيه. طيب ما ده طبيعي، ما ده طبيعي. قال لك لا، ما هو انت لما تيجي تسجله بالاوريجينال كوست او بالسعر اللي انت اشتريت بيه، انت كده بتعمل عمليه اجنورنج للماركت فاليو. ايه الماركت فاليو ده؟ القيمه السوقيه. اه يعني انا اسجل بالقيمه السوقيه؟ قال لك لا لا لا، انت هتجنور القيمه السوقيه، هتلغيها وتسجل فقط بسعر الشراء او الاوريجينال كوست. طب هنا ايه الفرق بقى ما بين الاوريجينال كوست وايه الفرق مع الماركت فاليو والقيمه السوقيه؟ الاول انا عايزك تفهم ان انا لما بشتري بالاوريجينال كوست اللي هو سعر الشراء، مثلا زي ما بنتكلم كده عن حتة الأرض اللي احنا اشتريناها بكام يا عم؟ ب1,000,000 جنيه. جميل. رحت حضرتك كمحاسب سجلتها في الشركة في دفاتر الشركة ب1,000,000 جنيه. برافو عليك. جينا آخر السنة أو بعد سنتين ثلاثة لقينا عندنا نفس الأرض، بس بص كده قيمتها بقت 2,000,000 جنيه. ايه ده يا عم؟ ده انا شاريها ب1,000,000 بس. اه قال لك بقى ما هو بعد السنتين قيمة العقارات زادت والأرض سعرها بتزيد، فبقت الأرض سعرها 2 مليون. طب أنا ساعتها بعد السنتين هفضل محتفظ في دفاتري المحاسبية إن سعر الأرض دي 1,000,000 جنيه ولا ال 2 مليون جنيه اللي بقت عليها دلوقتي؟ قال لك والله بص،
المبدأ دوت بيقول لك احنا هنريح دماغنا، ولما نشتري اي اصل هنسجله بالاوريجينال كوست اللي هو سعر الشراء، وهنجنور يعني هنلغي او نكنسل السعر اللي هتبقى عليه في الماركت فاليو او القيمه السوقيه، ملناش دعوه بيه، مش هنسجل بده وهنسجل بده. طيب الفرق ما بين الاوريجينال كوست او السعر الاساسي اللي هو سعر التكلفه، سعر التكلفه ده هو سعر الشراء اللي احنا اشترينا بيه، ده سعر التكلفه او سعر الشراء. والماركت فاليو ده القيمه السوقيه. تمام. الاوريجينال كوست بيكون سعر او تكلفه اوبجكتيف فيريفايبل وريليابل. تاني، اوبجكتيف وفيريفايبل وريليابل. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني التكلفه دي تكلفه موضوعيه. يعني ايه موضوعيه؟ يعني انا والله لما رحت اشتري حته الارض دي، موضوعي جدا ومنطقي جدا ولوجيكالي جدا ان انا اروح اشتريها بمليون جنيه وهي سعرها في السوق مليون جنيه، خلاص فدي تكلفه اوبجكتيف يعني موضوعيه. فيريفايبل يعني انا ممكن اروح اتحقق من سعر الارض دي هل هي فعلا تسوى مليون جنيه ولا لا. وريليابل يعني دي موثوقه، اقدر اعتمد على التسعير ده. طب اقدر اعتمد على التسعير ده واكون قابل للتحقق وتكون سعر موضوعي ازاي؟ قال لك بسبب ان كل الكلام دوت supported by documents. لما احنا مش هنروح نشتري سمك في ميه، سعر الارض دي ليها ورق وبتقول انها تكلفتها قد كده ومساحتها قد كده وصاحبها فلان الفلاني والشراء بتاعها في يوم الفلاني الفلاني، يبقى الكلام ده كله supported by documents. عشان كده الاوريجينال كوست هو الكوست او التكلفه اللي احنا بنسجلها في الدفاتر المحاسبيه. اما الماركت فاليو دي تكلفه سبجكتيف. خلي بالك الفرق، مش اوبجكتيف، سبجكتيف. يعني ايه؟ يعني تكلفه ذاتيه. يعني ايه بقى تكلفه ذاتيه؟ يعني احنا صحينا بعد سنه لقينا ان الارض اللي اشتريناها بمليون بقت ب 2 مليون. ايه ده؟ احنا اشتريناها ب 2 مليون. قال لك لا، دي سعرها بقى في السوق، سعر السوق بقى كده. يعني ده سعر ذاتي، السوق منه لنفسه هو اللي حدد سعرها. وفيها بيرسونال جادجمنت. الراجل بقى اللي هيبيع لنا الارض اللي كنا شاريينها بمليون، لو جينا نشتريها تاني بعد سنتين هنلاقيه فيه بيقول لي انها بقت ب 2 مليون. يعني مين اللي اتحكم في تسعير الارض؟ شخص زيي وزيك. يعني ده تسعير ذاتي، عشان كده بنقول بيرسونال جادجمنت. طيب والتسعير الجديد دوت مبني على ورق بقى وارقام وحاجات من دي؟ قال لك لا 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 لا، دي اصلا تسعير شخصي، عشان كده not supported by documents. وده اللي بيخلينا ما نسجلش بيها بالقيمة السوقية او الماركت فاليو. طيب امال انت بقى بيظهر عندنا مسمى تاني اسمه الفير فاليو. الفير فاليو من الاخر كده يعني ايه؟ يعني بعد سنتين لما رحنا نبص على سعر الارض وعرفنا ان سعرها في السوق مساوي 2 مليون جنيه، جبنا راجل متمن في شركات تتمين يا شباب، شركات بتتمن الاصول او بتقيم الاصول، تقول والله ان سعر المبنى او الارض ديت السوق شغال ب 2 مليون جنيه. اما الفير فاليو اللي هو السعر العادل، يقول لك لا والله الارض دي سعرها العادل انها تكون بدل 2 مليون جنيه تكون بمليون و800 الف. ايه ده؟ ايه السعر ده؟ ده السعر العادل. يبقى كده خلي بالك عشان عندنا ثلاث اسعار تاني: الاوريجينال كوست والماركت فاليو والفير فاليو. الماركت فاليو ده سعر السوق، ده مبني على تسعير اشخاص، مش مبني على مش سبورتد او مش مدعوم بورق. والفير فاليو ده مبني على ايه؟ ده السعر العادل اللي بيقوله شركات تقييم الاصول. والاوريجينال كوست ده السعر بتاع البرشيزنج كوست، السعر اللي احنا اشترينا بيه. طيب السعر الفير فاليو ده بيكون مور ريليفنت، يعني يسفل فور ديسيجن ميكنج. ليه بقى؟ يعني ليه دوت بيكون ريليفنت وبيكون واقعي اكتر؟
لان والله مش معقولة لما تقول ان الارض اللي سعرها من مليون بقى 2 مليون واحنا نجنور جوه الشركة ما نسجلش الارض ب 2 مليون، يبقى احنا بنظلم نفسينا. ليه؟ لان انا والله لقيت الارض بقى سعرها ب 2 مليون، لو حبيت ابيعها بعد سنتين فانا هكسب مليون. فلما تيجي تقول لي انت الغي الماركت فاليو يبقى انت كده بتظلمني. عشان كده بيجي الفير فاليو يقول لي انت اشتريت الارض بمليون والنهارده سعر السوق بتاعها 2 مليون، انا هقول لك حل عادل. بقى ايه الحل العادل؟ ان والله تقييمها المفروض يكون بمليون 800. يبقى انا كده اقدر اسجلها في التقارير المالية بتاعتي، واقول ان انا لو بعتها يبقى قانونا هكسب مليون و800 وده حقي. وعشان كده بنلاقي ان الفير فاليو، خلي بالك اسئله التشويسز والترو اور فولس، ان انا الفير فاليو ده بيظهر معايا في الفاينانشال ستيتمنت، بس بيظهر كايه؟ كحاجه اسمها ديسكلوجرز، يعني افصاحات. يعني انا لما جيت سجلت في اول السنه ان سعر الارض مليون، واجي بعد سنتين الاقي القوائم الماليه عندي بتقول لي ان نفس الارض سعرها مليون وتمنمية منها لنفسها كده من غير ورق، يبقى الكلام ده غلط. عشان كده بيجي حاجة اسمها الديسكلوجرز او الافصاحات. دي بتكون بعد او مرتبطة بالفاينانشال ستيتمنت، وبتوضح لنا كده على جنب، تقول لنا المليون 800 دول ده السعر العادل بتاع الارض. طيب، الاسامبشن الرابع اسمه التايم بيريود اسامبشن او افتراض الوقتيه. طب ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ان الشركه، عمر الشركه، تاني عمر الشركه ده لازم يكون بيتقسم لبيريودز. طب ما ده طبيعي ان عمر الشركه بيتقسم لمراحل او لتوقيتات او بيريودز بناء على التقارير اللي احنا بنشتغل بيها، يا اما ربع سنويه يا اما سنويه. instead of، بدلا من ان احنا ننتظر الاند اوف لايف. ايه ده؟ هي الشركه ليها اند اوف لايف يعني نهايه عمر؟ قال لك افرض الشركه دي جت بعد سنه عملت ليكويديشن يعني صفت وقفلت، يبقى عشان كده ما نستناش بعد سنه او اتنين لما الشركه ممكن لا قدر الله انها تصفي وتقفل. فبنعمل ايه؟ من اول يوم كده بنبدا في الشركه بنحدد عمرها بناء على البيريودز بتاعت الاكاونتنج بيريودز، اللي هي ممكن تكون كوارترلي او ييرلي، بدل ما نستنى ان الشركه تفلس وتقفل. طيب، خامس مبدأ معانا في الاكاونتنج هو الجوينج كونسيرن. جوينج كونسيرن اسامبشن ده مرتبط بايه؟ مرتبط بالكونتينيوتي او الاستمراريه. ده مبدأ الاستمراريه. استمراريه ايه؟ استمراريه الشركه في السوق. ده بيوضح لنا او بيشير الى ان الشركه هيكون ليها عمر طويل، لونج ران او لونج لايف، وهتكمل يعني هتكيب جوينج جوه السوق without liquidation. يبقى انا عشان افسرها في الامتحان او اربطها في الامتحان اجيب منين الجوينج كونسيرن اسامبشن ده؟ لما يقول لي ان الشركه هيكون ليها عمر طويل او لونج ران او لونج لايف، وبتحقق مبدأ الكونتينيوتي، وبتكيب جوينج جوه الماركت او جوه الاندستري. وكلمه كمان تخلينا نتاكد انها جوينج كونسيرن لما يقول ان الشركه مش هيكون ليها نو ليكويديشن، يعني الشركه دي باقيه في السوق مش هتفلس. يعني ايه مش هتفلس؟ يعني مش هتصفي، مش هيحصل لها تصفيه. طيب، اخر مبدأ معانا هو مبدأ الفول ديسكلوجر برنسبل. فول ديسكلوجر برنسبل اللي هو مبدأ الإفصاح. قلنا ده اللي اتكلمنا عليه من شوية لما جينا نقول الفير فاليو يا شباب. مبدأ الإفصاح يعني إيه؟ يعني all necessary information، كل معلومة مهمة جوه الشركة. زي ما قلنا إن سعر الأرض بقت مليون 800 بدل من مليون جنيه، السعر العادل بتاعها، دي معلومة مهمة. قال لك لازم نحطها جوه الفاينانشال ستيتمنت.
جوه الفاينانشال ستيتمنت. عشان كده قلنا الفير فاليو ده بيظهر فين؟ في الافصاحات بتاعه الفاينانشال ستيتمنت. طيب عشان دوت هيغير، ممكن يغير او يحدد المفهوم بتاع الفاينانشال ستيتمنت. اه يعني انا الارض اللي بمليون في اول السنه، لما اجي في نهايه السنه الاقيها بمليون و800، ايه ده؟ يبقى هنا في ميس اندرستاندينج. قال لك لا، هتيجي بقى الافصاحات اللي هي مبدا الديسكلوجر توضح لنا المليون 800 دول، يفسروا لنا ليه سعرها زاد من مليون لمليون 800. طيب يبقى انا هنا، خلي بالك بقى من النقطة والتركية دي كويس جدا. يقول لك ايه بقى في الامتحان؟ يقول لك ان الديسكلوجر تعتبر فاينانشال ستيتمنت، صح ولا غلط؟ اقول له غلط. الديسكلوجر دي بتكون جزء من الفاينانشال ستيتمنت لكنها مش قائمة مالية. الديسكلوجر لوحده يا شباب مش قائمة مالية، ولكن هو معلومات بتتقدم مع القوائم المالية عشان توضح لنا مفهوم الأرقام اللي موجودة في الفاينانشال ستيتمنت. طيب الاكاونتنج سايكل او الدورة المحاسبية دي عبارة عن ايه؟ خطوات بنتبعها عشان نعمل حاجتين. نعمل ايه؟ نسجل كل الترانزاكشن، يعني نسجل كل الاكاونتنج او الايكونوميك ايفنتس، وكمان نجهز نفسنا ان احنا نعمل بريباريشن او اعداد للقوائم المالية. هي دي الدورة المحاسبية. يبقى الدورة المحاسبية عبارة عن خطوات بنتبعها اللي هنعرفها بعد كده في الجزء الثاني، ان احنا بنسجل ازاي الديبت والكريدت ونرحل ونعمل ترايل بالانس. فكل دي اسمها ريكوردنج، تسجيل للاحداث الايكونوميك ايفنتس او الاكاونتنج ترانزاكشن. عشان كمان نجهز ايه؟ نجهز القوائم الماليه اللي زي ايه بقى؟ قال لك الجورناليزنج، التسجيل. دي عباره عن ايه؟ ريكوردنج. طب احنا بنشرح ده ليه؟ اولا عشان نكون بنراجع المنهج الجزء النظري، وعشان ده ممكن يجي لك منه سؤال في الترو اور فولس او المالتيبل تشويسز. يقول لي والله recording all transaction in general accounting consider posting. يقول لك مثلا ان دي عمليه او مرحله البوستنج، او جاي انا قايل له ايه؟ قايل له الكلام ده غلط. ليه؟ لان ريكوردنج او تسجيل المعاملات في الجنرال جورنال اللي هو دفتر اليوميه العامه ده اسمه جورناليزنج، ما اسمهوش بوستنج. فهمتوا يا شباب؟ طيب ده شكل السؤال بيجي كده في الجزء النظري. طيب ايه هو بقى الجنرال جورنال او الدفتر اليوميه العامه؟ مش انا لسه قايل لك ان ده اللي بنسجل فيه الترانزاكشن؟ يبقى الدفتر اليوميه العامه ده عباره عن انيشال ريكورد او مسجل اساسي بيحتوي على كل البيزنس ترانزاكشن اللي حصلت، بس بصوره ديلي بيزز، يعني بصفه دوريه يوميه. يعني حضرتك لما تشتغل محاسب في شركه هتصحى كل يوم الصبح وتروح الشركه وتقعد على مكتبك، وكل يوم هتسجل البيزنس ترانزاكشن، هتسجل كل اللي بيطلع فلوس وكل اللي بيخش فلوس، كل البرشيسز، كل الريفينيو، كل الاكسبنسز، بتسجلها بايه؟ بصفه دوريه يوميه. بصفه يوميه. باستخدام ايه بقى؟ قال لك باستخدام حاجه اسمها الدبل انتري سيستم. الدبل انتري سيستم يعني هتسجل جزء ديبت وجزء كريدت. اه يعني انا لما اجي اسجل ان انا مثلا طلعت فلوس في صورة اكسبنسز، يبقى انا صرفت مثلا تأمينات او مصاريف كهرباء او غاز او مية، فهقول الديبت سايد هو الاكسبنسز، والفلوس دي احنا دفعناها كاش، فاقول له ان الكريدت سايد هو الكاش. سوري يا شباب، معلش هو معرفش اعلق ليه.
تمام يا شباب، هقول له هنا الاكسبنسز وهنا ايه الكاش. تمام. تمام يا شباب، معلش انا بعتذر لكم. طيب، ايه تاني؟ تعالى ناخد بقى الجنرال ليدجر اللي هو دفتر الاستاذ العام. يبقى انت كده عند حضرتك اتنين جنرال، جنرال جورنال وجنرال ليدجر. الجنرال جورنال جاي من اسمه كده، من الجورنال جورنال، بجورناليزنج يعني احنا هنا بنعمل عملية التسجيل. اما الجنرال ليدجر ده دفتر الاستاذ العام اللي بيتم فيه عملية الترحيل. يبقى ده ريكورد او بوك، ده عباره عن كتاب، عشان كده اسمه دفتر استاذ، عباره عن كتاب بنسجل فيه كل البيزنس. ايه بقى هنا؟ مش ترانزاكشن، هنا بيزنس اكاونتس. خلي بالك بقى من الديفرنسز ديت، هي اللي تجيلك في الامتحان في سوره الترو اور فولس. يقول لك ان الجنرال ليدجر او دفتر الاستاذ العام دوت هو اللي عباره عن تسجيل للاحداث البيزنس ترانزاكشن. اقول له لا، الجنرال ليدجر هو بوك او مسجل للبيزنس اكاونتس، يعني حسابات الشركه اللي بناخد فيها الارصده يا شباب. طيب، بنجيب الارصده او البيزنس اكاونتس في الجنرال ليدجر ازاي؟ عن طريق عمليه البوستنج اللي شرحناها واحنا بنشرح المنهج. قلنا ان عمليه الترحيل دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن the process of transferring، بنحول كل الأحداث الاقتصادية اللي احنا لسه مسجلينها من شوية بصفة يومية من الجنرال جورنال نوديها الجنرال جورنال. يعني ايه؟ يعني انا هنا هاخد الترانزاكشن اللي انا سجلتها في دفتر اليومية العامة اوديها في دفتر الأستاذ العام. تمام يا شباب، يبقى عمليه الترحيل ان انا بحول من الجنرال جورنال هوديها للجنرال ليدجر. ونيجي بعد كده للترايل بالانس. ايه ترايل بالانس ده؟ ده الميزان المراجعه. ميزان المراجعه ده عباره عن ايه؟ قال لك ميزان المراجعه دوت، خلي بالك خلي بالك ان ميزان المراجعه اللي هو التي اكاونت يا شباب. التي اكاونت لما كنا بنقول مثلا هنا الكاش، هنا الديبت، وهنا الكريدت، نقول الرصيد هنا كام والرصيد هنا كام. ده الترايل بالانس او ميزان المراجعه. عايز يقول لك ايه بقى؟ يجي لك في الامتحان يقول لك ان ميزان المراجعه ده فاينانشال ستيتمنت. اقول له غلط. ليه؟ لان الترايل بالانس ده از نوت فاينانشال ستيتمنت، ده مش قائمه ماليه. وكمان ده عباره عن مستكشف لكل الايرورز اللي ممكن تحصل او ممكن نعملها واحنا بنعمل جورناليزنج او بنعمل بوستنج. يعني ايه؟ مش احنا بنجيب الارصده دي من الجنرال ليدجر، والجنرال ليدجر واخدين فيه الترانزاكشن من الجنرال جورنال، مظبوط. فهو هنا لما نيجي نرحل الارصده في التي اكاونت او في الترايل بالانس، هيبان بقى معانا يا ترى في عمليه الجورناليزنج كان فيه خطا ولا لا، ولما جينا رحلنا كانت عمليه الترحيل تمت مظبوطه ولا لا. فعشان كده هو ديسكفر الرول ليه، او ديسكفر التول للايرورز او الميستيكس اللي ممكن تحصل في عمليه التسجيل والترحيل. تالت حاجه عايزين نعرفها عن الترايل بالانس، ان هو عباره عن لسته ضم كل الليدجرد اكاونتس. بص المصطلح ده ليدجرد اكاونتس، يعني دي حسابات تم ترحيلها فين؟ في الجنرال ليدجر اللي هو دفتر الاستاذ العام. اه بالظبط، ما احنا بعد ما بنرحل لدفتر الاستاذ العام بنجيب الارصده دي من دفتر الاستاذ العام نحطها في التي اكاونتس. جميل. قال لك البيربس بتاعها بقى عباره عن ايه؟ ايه الغرض من حته الترايل بالانس او التي اكاونتس ديت؟ قال لك عشان نعمل
assuring، نكون متأكدين ونعمل confirmation على ان كل الحسابات اللي تمت جوه الشركة الديبت فيها بيساوي الكريدت سايد، يعني الديبت سايد بيساوي الكريدت سايد بعد ما عملنا البوستنج عشان نكتشف الأخطاء. يبقى أنا هنا بقول هل يا ترى ال الحسابات اللي اترحلت الديبت فيها كان مساوي للكريدت فيها ولا لا، عشان اتاكد يا ترى عمليه الترحيل تمت بشكل مظبوط ولا لا، ولو في اي ايرورز نقدر نرجع تاني ونعالجه عشان نرحل بطريقه مظبوطه. طيب احنا خدنا الاكاونتنج سايكل او الدوره المحاسبيه صح كده؟ ايه هي بقى التشارت اوف اكاونتس او الاكاونتنج تشارت اللي هي شجره الحسابات؟ من الاخر كده ايه هي شجره الحسابات؟ تعالى نفترض ان انا وانت بكره الصبح هنفتح شركه، لسه هنفتح شركه، مش المفروض بقى نبدأ نقسم الحسابات، نحط حساب للكاش ونكريت حساب للاكسبنسز، وتقول لنا مثلا ان في حساب للريفينيو صح كده عشان نعمل شجرة للحسابات، يعني هنحط كل الحسابات جوه الشركة. فدي اللي اسمها الاكونتس تشارت. طيب بيقول لك there is no company، مفيش اي شركة في الدنيا تقدر انها تفتح شركه وهي ما عندهاش التشارت اوف اكاونتس. امال هتشتغل ازاي وتسجل ازاي؟ عشان كده اتس ليست اوف اول اكاونتس، دي لسته عباره عن لسته ضم كل الحسابات، اسامي الحسابات وكمان ارقام الحسابات. الله، انا عارف اسامي الحسابات اللي هي الريفينيو والاكسبنسز والاسيتس واللايبيليتي وكل دي اسامي الحسابات. ايه قصه بقى النمبرز اوف اكاونتس دي عباره عن اكواد. يعني انا وانت نقول مثلا ان والله لما اجي ادور على اي اسيت جوه الشركه هقول مثلا ان اللانس الكود بتاعها 002، يبقى انا لما اجي ادور على الارصده النهائيه لللاند على طول هدور في السيستم على 002 بدل ما اقعد ادور في كل الاسيتس اللي موجوده في الشركه. يبقى دي الاكونتس نمبر عباره عن اكواد بتحدد لنا الاكونتس لوكيشن، مكان الاكونت ده فين في الجنرال ليدجر او في دفتر الاستاذ العام. نيجي للترايل بالانس ليميتيشن، هل بقى ميزان المراجعه صافي كده ما فيهوش اخطاء؟ قال لك لا، الليميتيشن دي اللي هي عيوب ميزان المراجعه. ممكن يجيب لك في الامتحان كلمه ليميتيشن، ممكن يقول لك شورتج، ممكن يقول لك ايرورز، ممكن يقول لك ميستيكس، ممكن يقول لك ديفولتس، كل دي تشير لعيوب ميزان المراجعه. ميزان المراجعه ممكن يظهر فيه اخطاء زي ايه؟ زي ان المحاسب عندنا في الشركه يكون في ترانزاكشن وما يسجلهاش اصلا، او ان يكون عندنا ترانزاكشن جوه الشركه والراجل سجلها، المحاسب سجلها بس نسى وسجلها مرتين، دي من الاخطاء. او ان يكون عندنا جورنال انتري الراجل المحاسب سجلها بس نسى انه يرحلها لدفتر الاستاذ العام اللي هي الجنرال ليدجر. ورقم 4 اللي ممكن من الأخطاء تظهر معانا إن الجورنال انتري أو الترانزاكشن اللي المحاسب سجلها وعمل لها بوستنج، يعني رحلها لدفتر الأستاذ العام، رحلها بس نسى ورحلها مرتين، فتظهر معانا الأرصدة غلط. او ان ممكن يظهر معانا خطأ ان هو يعمل تسجيل ويعمل بوستنج، هو هيسجل الترانزاكشن وكمان يرحلها، بس بص كده يسجلها ويرحلها بارقام غلط. يعني ايه بارقام غلط؟ يعني مثلا بدل ما يقول ان احنا بعنا ب 2432 يسجلها في الدفاتر ب 2400 مثلا 23، عكس الرقمين دول، طبعا المبلغ فرق، فدوت يرحل الارصده خطأ. طيب ايه تاني ممكن تظهر من العيوب؟ ان هو يستخدم incorrect accounts in journalizing و imposting. يعني ده مش رحل بقى الارقام غلط المره دي، لا، ده راح سجل صح، ويعني راح سجل وراح رحل في الجنرال ليدجر، بس وهو رحل الحسابات غلط. يعني بدل ما يقول ان دي اكسبنسز مثلا رحلها على انها ريفينيو. ايه ده؟ ضرب الدنيا في بعض بالظبط.
يبقى هو رحل وسجل بس الحسابات نفسها رحلها وسجلها غلط. طيب يبقى انا هنا كده لما اجي اتكلم عن الاكاونتنج سايكل او الدورة المحاسبية بتتم ازاي؟ بتتم ان الاول بنعمل انالايزنج، بنحدد الترانزاكشن، اكاونتنج ترانزاكشن، وبعد كده نعمل لها جورناليزنج. بعد ما حددنا هنسجل، وبعد التسجيل هنرحل لدفتر الاستاذ العام. الثلاث خطوات دول بيتموا بصورة يومية. سؤال الامتحان يجي يقول لك ان الانالايزنج بروسيس، عمليه التحديد والجورناليزنج التسجيل والبوستنج الترحيل لدفتر الاستاذ العام، دي كوارترلي كل 3 شهور. اقول له لا غلط، دي بتتم بصفه يوميه زي ما قلت لك كده. هتصحى كل يوم الصبح تروح الشركه، تحدد المعامله وتسجلها في دفاتر الشركه وترحلها لدفتر الاستاذ العام. طب بعد ما نعمل ال3 خطوات نروح للخطوه الرابعه، ان انا بقى هاخد الارصده اللي رحلتها ديت من دفتر الاستاذ العام، اروح اودي الارصده ديت فين؟ في ميزان المراجعه. اسمه ميزان المراجعه اللي قبل الادجستنج. ليه قبل الادجستنج؟ عشان بعد ما اوديها للترايل بالانس او ميزان المراجعه هروح اعمل ادجستنج اللي هناخده في الجزء الثاني من المراجعه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وبعد ما نعمل ادجستنج هيظهر معانا ترايل بالانس تاني اسمه ترايل بالانس افتر ادجستنج، اللي منه هنعمل القوائم الماليه. بقى كده خلاص اتاكدنا، رحنا عملنا تعديل في الحسابات، الحاجات اللي عايزه تتعدل عدلناها، وبعد كده طلعنا الارصده او البالانسز في ترايل بالانس افتر ادجستنج، ومنها اتاكدنا ان الارصده تمام وكله زي الفل. نروح نعمل الفاينانشال ستيتمنت. الخطوه دي مع دي ال4 خطوات دول بيتموا بصورة انترم ستيبس. يعني ايه؟ يعني دي خطوات بتتم مش بشكل يومي، بصفة دورية على حسب الاكاونتنج بيريد. تتم بقى كل شهر، نعملها كل سنة، نعملها كل 3 شهور. دي بتتم بصفة انترم ستيبس او خطوات بتتم على فترات. واخيرا بعد ما نعمل الفاينانشال ستيتمنت ونقدم تقاريرنا للانترنال يوزر والاكسترنال يوزر، نعمل حاجه اسمها الكلوزنج انتريز. نعمل اغلاق للحسابات بقى. كل الحسابات اللي في الشركه؟ لا مش كلها. هنعرف ايه الحسابات اللي بيتعمل لها كلوزنج والحسابات اللي ما بيتعمل لهاش كلوزنج في الشركه عشان نبدا السنه الجديده. عملنا الكلوزنج انتري. عملنا الكلوزنج انتري، هنرحل بقى الارصده كلها في النهايه للترايل بالانس او ميزان المراجعه اللي بيحصل افتر كلوزنج. طب وده بيتم خطوات يوميه او شهريه؟ قال لك لا، دي خطوات بتتم انيولي. وخلاص احنا عرفنا السؤال فين، ان هو يجيب لك اي معامله من هنا او من هنا، اي خطوه في الاكاونتنج سايكل، ويلخبطك في الستيب بتاعتها. يقول لك دي انيولي وهي ديلي، او يقول لك دي ديلي وهي انترم ستيبس. طيب برغم ان في خطوات بتتم بصوره يوميه وصوره على حسب الانترم ستيبس، وصوره بتتم في اليرلي ستيبس يعني مراحل سنويه، الا ان كل الستيبس دي منداتوري. يعني ايه منداتوري؟ يعني الزاميه. يعني لازم لما تبيع وتشتري وتكسب وتخسر منداتوري الزامي عليك انك تسجل. سواء بقى انت بتسجل في الجورناليزنج في دفتر المياه العامه، او هترحل في الجنرال ليدجر، او هتعمل فاينانشال ستيتمنت، كل الخطوات ديت هتكون منداتوري ان احنا نعملها كل سنه، مش اوبشنال. اتس نوت اوبشنال، مش اختياريه، دي حاجه الزاميه. نيجي بقى لحاجه تانية اسمها الاكروال بيزس والكاش بيزس. ايه ده يا عم؟ قال لك الاكروال بيزس ده مبدأ الاستحقاق. طب ودوت تعرفه ازاي في الامتحان؟ اعرف الاول مبدأ الاستحقاق ده عايز منك ايه. مبدأ الاستحقاق ده يا شباب معناه
ان انت وانت بتسجل الترانزاكشنز جوه الشركه، انت هتسجل الحاجات اللي بتحصل لما الايفنتس يحصل. مش احنا قلنا الاكاونتنج عباره عن تسجيل ايكونوميك ايفنت؟ بالظبط. اول بقى انت ما تشوف الترانزاكشن دي تروح سجلها على طول جوه الدفاتر بتاعت الشركه. اول ما المعامله تتم او الترانزاكشن تتم تقول لي بس ثواني، انا هروح مثلا اسجل ريفينيو بس انا لسه ما استلمتش من الراجل فلوس. يعني ايه اصلا ريفينيو ما استلمتش الفلوس؟ يعني انا بعت بضاعه وحققت اكونت ريسيفبل، يعني العميل قال لي اصبر عليا شهرين ثلاثه عبال ما ادي لك الفلوس. هل هسجل بقى البضاعه اللي طلعت من الشركه عندي انها هتتسجل لما الراجل يرجع لي الفلوس اللي عليه؟ قال لك لا. في مبدأ الاكريال بيزس سجل كل معاملاتك وانس ان الايفنت حصل. يعني ايه؟ يعني ملناش دعوه بالكاش استلمناه ولا دفعناه، المهم ان الحدث تم، المهم ان احنا بعنا واشترينا. يبقى هنسجل كل الاحداث اللي بتتم في الدفاتر المحاسبيه بغض النظر عن الفلوس. طب وضح لي اكتر. هقول لك زي الريفينيوز اللي هي الايرادات، زي ما قلت لك كده، رحنا بعنا بضاعه وحققنا الحمد لله ريفينيو. ايه ده؟ يعني خدت فلوسك يا عم؟ انا في المبدأ ماليش دعوه بالفلوس، انا هسجل المعامله وانس ان انا بعت البضاعه، سواء بقى انا بعت بضاعه او بيرفورمنج سيرفيس، قدمت خدمه وهكسب منها فلوس. طب انت خدت الفلوس فعلا؟ قال لك لا. ريجاردلس او بغض النظر احنا الفلوس دي استلمناها ولا لسه ما استلمناهاش. ونفس الكلام في الاكسبنسز. يعني دي خدمه انت في الشركه استفدت منها، يبقى اول ما استفيد منها هسجلها على طول في الدفاتر بتاعتي. بغض النظر الكاش ده، الفلوس الكاش، احنا في الشركة دفعناها مقابل الخدمة ولا لسه ما دفعناهاش. يبقى معنى دفعناها paid ولسه ما دفعناهاش يعني هتكون incurred علينا او مصاريف مستحقة علينا، يعني مصاريف payable. يبقى انا هنا بسجل once ان انا بعت، once ان انا اشتريت. هل انا لما بعت خدت فلوس؟ قال لك مش مهم. لما اشتريت دفعت فلوس؟ قال لك برضو مش مهم. في مبدأ الاستحقاق اللي هو الاكريال بيزس احنا المهم عندنا نسجل الاحداث بمجرد ما اشترينا، بمجرد ما بعنا. طيب ده متوافق ولا غير متوافق مع الجنرالي اكاونتنج اكسبتد برنسبل؟ ده متوافق معاها. يبقى ده بناء الاكريال بيزس متوافق مع الجنرالي اكسبتد اكاونتنج برنسبل او مبادئ المحاسبه المتفق عليها او المقبوله دوليا. ودي من المعايير المحاسبيه، دي المعايير المحاسبيه. طيب المعيار الثاني او المبدأ الثاني عندي اسمه ايه؟ ده الكاش بيسس. ده مبدأ الفلوس، ده مبدأ الكاش. بيقول لك بص بقى، انت لما تيجي تسجل المعاملات بتاعتك جوه الدفاتر في الشركه سجلها وقت ما المعاملة تتم وتاخد فلوسك في ايدك او تدفع الفلوس اللي عليك. ايه ده؟ يعني انت لما تيجي تبيع بضاعة وتحقق ريفينيو مش هتسجل الكلام ده في الدفاتر المحاسبية عندك الا لو لما تيجي تبيع البضاعة نفسها والراجل العميل اللي انت بعت له البضاعة يدي لك الفلوس في ايدك. يبقى انا هنا هسجل عملية الريفينيو وانس ان انا خدت الفلوس، عشان كده اسمه الكاش بيزس. طب وبالنسبه للاكسبنسز هتسجل ان انت استفدت من معامله وانس ان انت دفعت الفلوس، يبقى عشان كده اسمه الكاش بيزس. وده not generally accepted accounting principle، يعني ده لا يخص المعايير المحاسبيه. طيب ايه كمان تاني معانا؟ يجي لك سؤال كده يقول لك عن الفيزيكال يير والكالندر يير. ايه الفيزيكال يير؟ دي السنه الماليه، اما الكالندر يير دي السنه بتاعه التقويم اللي احنا بنشتغل بيها يوميا في حياتنا، من 1/1 اللي هيبدأ في 2026 كل سنه وانتم طيبين، لحد 31/12 اللي هتنتهي في 2026. دي التقويم اللي احنا بنصحى ونقوم عليه كل يوم الصبح.
طب ايه بقى الفاينانشال يير او السنه الماليه؟ قال لك دي بتوضح او بتشو اللايف تايم اوف كومباني، دي بتوضح لنا عمر الشركه. طب وعمر الشركه ده بيتوضح او بيبان منين؟ قال لك من اليوم اللي الشركه فتحت فيه، من اول يوم الشركه فتحت فيه اهو يا شباب. عمر الشركة ده بيتحدد بناء على ايه؟ من اليوم اللي الشركة فتحت فيه او الشهر اللي فتحت فيه. يعني بيبتدي من الشهر اللي الشركة بدأت فيها النشاط وينتهي بعد 12 شهر. بص كده، يعني شركة مثلا جينا انا وانت بكرة الصبح رحنا فتحنا شركة بتاريخ 1/1/2026. بعد 12 شهر يعني يوم 31/12/2026 دي اسمها كده، دي اسمها كده تمينا 12 شهر، يبقى ده الفيزيكال يير. طب والله تقول لي لا بص، في شركة فتحت يوم او في شهر 5، يبقى دي هتقفل ميزانيتها وتتم سنة مالية بعد في يوم 31/12. اقول لك لا، دي هتكمل 12 شهر عشان تقول انها حققت فاينانشال يير. اما السنه العاديه بتاعت ايامنا اللي فيها التقويم دي بتبدا بالظبط من يوم 1/1 بتنتهي في يوم 31/12. ايه ده؟ يعني ممكن نقول ان السنه بتاعت التقويم دي تبدا في شهر 5؟ لا. 6؟ لا. يبقى دي بتبتدي ثابته من 1/1 ل 31/12. يبقى دي بتريبريزنت البيبلز تايمينج، الوقت بتاع البني ادمين العاديين اللي بيبتدي في 1 جانيوري ينتهي في 31/12. يجي لك سؤال بقى يقول لك ايه الفاينانشال ستيتمنت؟ الفاينانشال ستيتمنت او الاوفيشال ستيتمنت دي مانداتوري انها تكون تابعه للفاينانشال يير. تاني كده، تاني، الفاينانشال ستيتمنت يا شباب بنعملها بناء على ايه؟ يا ترى الكالندر يير ولا الفاينانشال يير؟ لا، الفاينانشال ستيتمنت تتبع الفاينانشال يير. يعني بعد ما حضرتك تتم 12 شهر، الشركه بتاعتك تتم 12 شهر، روح اعمل فاينانشال ستيتمنت. يبقى الانيوال فاينانشال ستيتمنت ار اوفيشال ستيتمنت وبتتم في الفاينانشال يير. طب هي ليه اوفيشال ستيتمنت؟ يعني ليه ديت تقارير رسميه تتقدم للجهات؟ قال لك عشان دي بيتم مراجعتها عن طريق الاوديتورز او المراجعين او المدققين الماليين. طيب ايه كمان عايزين نعرفه في الجزء النظري؟ البري بيد اكسبنسز والان ايرند ريفينيو. البري بيد اكسبنسز اللي هي المصروفات المدفوعه مقدما. يعني ايه مصروفات مدفوعه مقدما؟ يعني دي اكسبنسز بندفعها قبل ما بنستخدم الخدمه. البري بيد اكسبنسز يا شباب دي مصروفات بندفعها مقدما قبل ما بنحصل على الخدمه اللي احنا عايزينها. يعني لو قلنا مثلا رحنا دفعنا الايجار مثلا، الايجار هنا ده مصروف عليا، هروح ادفعه عن شهر 2 و3 و4 في 2026. تقول لي بس احنا لسه في 2025. قلت لك اه، ما احنا هنروح ندفعه مقدما قبل ما نستفيد بالايجار ده اصلا. يبقى احنا بندفع فلوس مصاريف ان ادفانس مقدما قبل ما نستخدم او نستهلك او يكون مستحق علينا السيرفيس نفسها. عشان كده ما دام دي اكسبنسز دي ديبت، وما دام دي بري بيد اكسبنسز فهي اسيت يعني من الاصول. طب ليه؟ قال لك عشان البري بيد اكسبنسز دي ان دفعنا الفلوس بس لسه ما استخدمناش الخدمه، فدي تعتبر اسيت بالنسبه لنا لان دي فلوس احنا بنمتلكها ودفعناها لسه هنحصل على خدمه مقابلها. والاسيت زي ما احنا عارفين بتزيد في الديبت وتقل في الكريدت. المصطلح الثاني اسمه الان ايرند ريفينيو، اللي هي الايرادات الغير مكتسبه. يعني ايه ايراد غير مكتسب؟ ازاي غير مكتسب وازاي ايراد؟ قال لك عشان دي ريفينيو
احنا بنستلمها ان ادفانس. بنستلمها ان ادفانس، يعني انا لسه ما طلعتش بضاعه من عندي، لسه ما بعتش بضاعه للعميل، والعميل قال لي بقول لك ايه، خد ال 1000 جنيه اهي بتاعت البضاعه اللي انا لسه هشتريها، خدها دلوقتي وابقى ابعت لي البضاعه مثلا الاسبوع اللي جاي. ايه ده؟ يعني ال 1000 جنيه دخلت الشركه عندنا ان ادفانس من قبل ما نقدم الخدمه او نبيع المنتج بالظبط. عشان كده الفلوس دي لما دخلت عندنا بقت لايبيليتي علينا. ليه؟ لان احنا بقينا ملزمين نقدم الخدمه او نبيع المنتج للراجل ده كمان اسبوع. وعشان كده اللايبيليتي زي ما احنا عارفين بتزيد في الكريدت سايد وتقل في الديبت سايد. طيب ايه كمان؟ عندنا حاجه اسمها الاكريد اكسبنسز او المصروفات المستحقه. دي عباره عن اكسبنسز انكيورد او ديو، يعني مصاريف مستحقه عن سيرفيسز احنا خدناها، مصروفات مستحقه عن سيرفيسز احنا استفدنا بيها بس لسه ما دفعناهاش، عشان كده هي payable. اه يعني احنا خدنا هنا بقى العكس، استفدنا بالايجار ولسه علينا الايجار ما دفعناهوش، يعني الايجار اتكسر علينا فبقى لسه ما دفعناهوش فبقى مستحق علينا. عشان كده ده بقى liability. فلوس الايجار دي لازم ندفعها للراجل صاحب الشركه او صاحب المصنع. وما دام هي liability او accounts payable بتزيد في الكريدت وتقل في الديبت. نفس الكلام الاكريد ريفينيو، دي ايرادات مستحقه. ايراد مستحق، يعني دي ايراد جه ميعاد ان احنا نحصلها من العميل. يعني ايه؟ يعني دي ريفينيو ايرند مش ان ايرند، دي ريفينيو ايرند، يعني ايرادات مكتسبه او احنا كسبناها او ربحناها مقابل خدمات بس احنا لسه ما حصلناهاش. تاني، الايرادات ديت مقابل ايه؟ مقابل ان احنا قدمنا خدمه او بعنا ايه؟ منتج. طب هل انت خدت الفلوس من الراجل؟ لا، ما احنا لو خدنا الفلوس هتبقى كاش، لكن احنا الراجل قال لنا هحاسبك بعد اسبوع، فالايرادات دي هتخش لنا بعد اسبوع، بس احنا لما نيجي نسجل وقت بيع المنتج او الخدمه هنعتقد او نفترض ان الايراد دوت اتحقق في صوره اكونتس ريسيفبل. ليه؟ لان الراجل قال لنا هحاسبكم كمان اسبوع، والاكونت ريسيفبل من الاسيت تزيد في الديبت وتقل في الكريدت. نيجي بقى لحاجه تانية وهي الاهلاك، اللي هو الديبريشيشن او الديبريسيشن، يا بالسي يا بالاتش، يعني تقراها ديبريشيشن وتقراها ديبريسيشن. ايه هو الاهلاك من الاخر؟ احنا رحنا اشترينا مكنه او معده، رحنا اشترينا ماشين، الماشين دي تفتكر هتعيش معانا للما لا نهايه؟ طبعا لا، كل حاجه ليها عمر افتراضي. بعد سنة هتديني هتقل قيمتها، المكنة هتقل قيمتها وهيكون احنا استخدمناها بمبلغ معين، السنة اللي وراها نفس الكلام لحد ما تتم العمر الافتراضي بتاعها. فهو بيقول لك الديبريشيشن او الاهلاك دوت عبارة عن سيستماتيك الوكيشن او توزيع محكم ومنظم للكوست اوف فيكسد اسيت. يجي لك في الامتحان يقول لك كل المعلومات عن الديبريسيشن صح، ويجي لك هنا يقول لك بدل فيكسد اسيت يقول لك مثلا الليكويد اسيت. لا، اقول له الكلام ده غلط، احنا الديبريسيشن قائم فقط على الفيكسد اسيت، بنتكلم عن اهلاك الاصول الثابته. طيب يبقى احنا هنا هنوزع قيمة الأصل الثابت ده على بيريد، أنهي بيريد اللي احنا بنستفيد بيها من استخدام الفيكسد أسيت دي، زي ما قلنا كده الماشين. طيب المدة دي تعتبر ايه؟ المدة دي تعتبر اليوسفول لايف، تعتبر اليوسفول لايف اللي هي ال الوقت اللي احنا بنستهلك فيه المكنة، اللي هو العمر الافتراضي بتاع المكنة. طيب هل كل الفيكسد اسيت ليها ديبريشيشن او اهلاك؟ اقول لك ما عدا اكسبت اللانس، الاراضي هي الاصل الثابت الوحيد اللي ملوش ديبريشيشن. يبقى كلمة فيكسد اسيت او اللونج تيرم اسيت بيحصل له ديبريشيشن ما عدا اصل واحد، اللي هو ايه؟ اللي هو اللاند او الاراضي.
الاراضي ما بيحصل لهاش اهلاك. هل عمرك مثلا شفت ارض بعد 10 سنين لقينا ان قيمتها قلت؟ لا، ما بيحصلش. يبقى الارض هو الفيكسد اسيت الوحيد او اللونج تيرم اسيت الوحيد اللي ما بيحصلوش ديبريشيشن. ودي من النقط المهمة جدا اللي ممكن بتيجي في اسئلة الترو اور فولس. طيب بنحسب بقى ازاي الديبريشيشن؟ وده هنرجع نحسبه برضو في المراجعة في البارت 2 ان شاء الله واحنا بناخد مسائل. الانيوال ديبريشيشن او الاهلاك السنوي للمكنه او المعده ده عباره عن الكوست، ده البرشيزنج برايس اللي احنا اشترينا بيه المكنه، اشيل منه السالفج فاليو. ايه السالفج فاليو؟ دي قيمه الخرده في نهايه عمر الاصل. يعني يا ترى بعد 10 سنين قيمة المكنة دي هتكون بقد إيه؟ اشتريناها ب 20,000 جنيه، وبعد 3 4 سنين اللي هو عمرها الافتراضي لقينا قيمتها وصلت ل 8,000 جنيه. يبقى ده السالفج فاليو. اطرحهم من بعض واقسمهم على اليوسفول لايف اللي احنا لسه قايلينه من شويه، العمر الافتراضي. المكنه دي مثلا عمرها الافتراضي جاي من الشركه مثلا 3 شهور او 3 سنين. الكوست زي ما قلنا هو البرشيزنج برايس. السالفج فاليو ده الفاليو بتاع الاسيت في نهايه عمره اللي هيقعد فيه معانا وهنستفيد منه اللي هم الثلاث سنين. اما اليوسفول لايف ده التوتال بيريود او مده الاصل نفسه او المكنه او المعده نفسها. طيب كده يا شباب عرفنا الديبريشيشن. في حاجة بقى بتظهر معانا تانية، هو الإهلاك المجمع اللي هو الأكيوميليتد ديبريشيشن. ده مهم جدا جدا تعرف عنه إيه؟ تعرف ده إن الأكيوميليتد ديبريشيشن هو حاجة اسمها كونترا أسيت. يعني إيه كونترا أسيت؟ يعني المكنة اللي إحنا لسه شاريينها بيقلل في قيمتها. مش انا قلت لك ان الاهلاك ده عباره عن الكوست اللي اشتريناه ماينس السالفج فاليو اللي هو قيمه الخرده؟ فمعنى كده ان المكنه اللي اشتريناها ب 20,000 جنيه بعد كذا سنه هتوصل ل 5 و 8,000 جنيه. يبقى هنا القيمه قلت. مين السبب في ان القيمه بتاعت الاسيت تقل من 20,000 جنيه ل 8,000 جنيه؟ قال لك الاهلاك. وما دام الاهلاك بيترحل سنه بعد سنه بعد سنه على العمر الافتراضي اللي هو اليوسفول لايف، يبقى هنا في اهلاك مجمع بياكل وبيقلل في قيمه الاسيت. طب ده بيظهر فين؟ ده بيظهر في البالانس شيت. بيظهر في البالانس شيت. خلاص فهمت. يبقى ده كده لايبيليتي. يبقى ده كده لايبيليتي. بص كده غلط. الاكيوميليتد ديبريشيشن يا شباب مش لايبيليتي. وبتيجي كتير في الامتحان يقول لك ان الاكيوميليتد ديبريشيشن هو عباره عن لايبيليتي، خاصه لما تعرف انه كريدت اكاونت، يعني بيزيد في الكريدت ويقل في الديبت، لكنه وبيظهر كمان في البالانس شيت، لكنه مش لايبيليتي. هو عباره عن حاجه واحده بس، كونترا اسيت. هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيقلل في قيمه الاسيت، لكنه مش لايبيليتي. طب مش لايبيليتي لكن هو من صفاته ان هو بيزيد في الكريدت سايد ويقل في الديبت سايد. تمام يا شباب؟ طيب نيجي بقى هنا. مديني اهو بيقول لي very important ان ال accumulated depreciation is not liability. مهم يا شباب. It's just a contra asset. بيقلل قيمة الاسيت، بس طبيعته النيتشر بتاعته ان هو credited. يعني ايه الطبيعة بتاعته credited؟ بيزيد زيه زي اللايبيليتي في الكريدت سايد ويقل زيه زي اللايبيليتي في الديبت سايد، لكنه not liability. طيب ايه تاني عندنا في النظري؟ خلاص يا شباب انا كده خلصت. قربت ان انا اخلص ان شاء الله اول بارت معاكم. هناخد بس كام مصطلح كده في النظري وهعرفكم ازاي بقى نحل الاسئله ان شاء الله زي ما وعدتكم في اول الفيديو. طيب بيكلمنا عن حاجه اسمها الورك شيت او ورقه العمل. دي بمنتهى البساطه كده ورقه في حاجه اسمها الاكسل. ان شاء الله هبقى اعرفكم ايه هو الاكسل. الاكسل عباره عن ورقه عمل
بيبقى ليها اكتر من كولون او اكتر من عمود، عواميد كتيره كده. الاكاونتنت الراجل المحاسب بيستخدمها عشان يعمل ادجستنج للبروسيس بتاعته، وهو بيسجل وهو بيرحل وهو بيعمل البريباريشن او اعداد القوائم الماليه. بتسهل عليه الدنيا، بدل ما يبقى شغال على طول يسجل ويرحل في الدفاتر المحاسبيه وتعتمد، يقول لك لا، عشان اتاكد من شغلي مظبوط انا هجيب زي ورقه كده واسجل كل حاجه لوحدها، وبعد كده لما اتاكد، دي ورقه جانبيه كده كانك مطلع ورقه بتحل فيها مع نفسك، ولما اتاكد ان الارقام مظبوطه وكله تمام اسجل في الدفاتر المعتمده بتاعت الشركه. طيب، يبقى معنى كده ما دام الورقه دي بتاعت المحاسب مش بتاعت الشركه وتخصه هو كده لوحده، يبقى دي نوت مانداتوري، ده المحاسب بيعملها، عايز تعملها اعملها، مش عايز تعملها ما تعملهاش. يعني ما فيش جهه رقابيه او قانون محاسبي بيقول لك لازم تعمل الورك شيت. وكمان اتس نوت فاينانشال ستيتمنت، دي ملهاش علاقه، هي بس بتساعدني ان انا اعمل بريباريشن للفاينانشال ستيتمنت عشان انقل الارقام فيها مظبوطه وانا متاكد وضميري مستريح. وكمان اتس نوت بيرمننت اكاونتنج ريكوردز، يعني دي مش بتسجل الحسابات الدائمه، مش حاجه مطوله معايا، ده انا بس جاست ان انا هتاكد من ارقامي واظبطها واعمل منها الفاينانشال ستيتمنت وشكرا، ممكن بعد كده ايه امسحها ارميها، مفيش اي مشكله. وبتضم خطوات خمسه عشان الخطوات الخمسه بتوع الاكاونتنج سايكل اللي شرحناهم فوق يا شباب. طيب، ايه تاني عندنا في الثيوريتيكال بارت او في الجزء دوت؟ ان انا عندي الحسابات البيرمننت اكاونت والتمبرري اكاونت. الحسابات البيرمننت اكاونت هي الحسابات الدائمه. يعني ايه حسابات دائمه؟ يعني حسابات بتكمل معايا للسنه الجديده بعد انتهاء السنه القديمه. يعني ايه برضو من الاخر الحسابات الدائمه؟ احنا داخلين على 31 12 يا شباب، صح؟ في حسابات بعد ما نعمل الميزانية ونقفل الحسابات هتخش معانا في 1/1/2026، صح كده؟ يبقى دي الاكونتس اللي كاريت فورورد تو هتكمل معانا للنكست اكونت بيريد، زي ما قلنا هتخش معانا في 2026. دي اسمها البيرمننت او الحسابات الدائمه. اما التمبرري اكونتس دي حسابات هنقفلها في نهايه 31 12 2025 ومش هتكمل معانا في 2026. يعني ايه مش هتكمل معانا؟ يعني هنخش يوم 1/1 2026 هنلاقي ارصده الحسابات دي بزيرو. ليه؟ عشان نبدا بقى نشتغل السنه الجديده لوحدها. طيب، ايه هي الحسابات الدائمه البيرمننت؟ دي زي الاسيتس، اللايبيليتيز، الاونرز ايكويتي اللي هو راس مال الشركه. طب وايه الحسابات التمبرري اللي هي نوت كاري تو نيكست اكاونتنج بيريد؟ قال لك دي الحسابات اللي زي الريفينيو، زي الاكسبنسز، زي الدروينج. من الاخر السؤال بيجي ازاي؟ ان هو يجيب لك في التشويسز الاسيت على انه temporary، او يجيب لك الاكسبنسز او الدروينج على انه بيرمننت اكاونت. طيب، البيرمننت اكاونت ديت مش بنعمل لها كلوزنج، خلي بالك مهمه قوي بقى دي في اسئله التشويسز. البيرمننت اكاونت او الحسابات الدائمه اللي هتكمل معانا للسنه الجديده مش هتخش معانا في عمليه الاقفال او الكلوزنج، وبتظهر في الترايل بالانس افتر كلوزنج، وبتنتقل معانا للنكست يير. اما الحسابات التمبرري المؤقته اللي هي مش هتخش معانا في السنه الجديده، دي لازم يتعمل لها كلوزنج زي ما قلنا عشان نبدا السنه الجديده بحساباتها ايكوال زيرو، وعشان كده مش بتظهر معانا في الترايل بالانس افتر كلوزنج. و نوت موف تو نيكست يير، مش هتظهر معانا بارصده في السنه الجديده. المرشندايزنج انفنتوري، المخزون في المنشآت المرشندايزنج، ده عبارة عن اسيت بيظهر او بيوضح كل المنتجات اللي الشركة بتمتلكها
ولسه عندها اون هاند، ستيل اون هاند في السبيسيفيك بيريود. يعني لما نيجي نعمل جرد على شركة منشأة تجارية في أي يوم في السنة، في أي يوم أي بيريد في السنة، هنلاقي عندها بضاعة جوه المخزن. البضاعة دي اسمها الانفنتوري. يبقى الانفنتوري عبارة عن أسيت عشان بتملكه الشركة، ولسه معاها جوه المخازن بتاعتها، بتظهر فين؟ specific period of time. طيب، هل لما نيجي نتكلم عن الفاينانشال ستيتمنت بتاعت المرشندايزنج بيزنس، المرشندايزنج بيزنس اللي هو اللي الشابتر الاخير يا شباب، زي ما خدنا كده وعرفنا ان الاونرز ايكويتي ستيتمنت او قائمه حقوق الملكيه اللي توضح لنا الكابيتال او راس مال الشركه، هنلاقيها في المرشندايزنج بيزنس هي زيها زي السيرفيسز بيزنس. دي ار ذا سيم. يعني لما يجي لي سؤال يقول لي ان الاونرز ايكويتي ستيتمنت في السيرفيسز بيزنس تختلف عن الاونرز ايكويتي بتاعت المرشندايزنج، اقول له غلط. ليه؟ لان الاثنين واحد. بنعمل الاونرز ايكويتي ستيتمنت في الشركات البيزنس سيرفيس وفي الشركات المرشندايزنج الاثنين بنفس الطريقه. طيب، السؤال يقول لك البالانس شيت في السيرفيس بيزنس وفي المرشندايزنج بيزنس مختلفين، اقول له لا، هم كمان متشابهين او ار ذا سيم. الخطوات اللي بنعمل عليها او البنود اللي داخله في الفاينانشال ستيتمنت في البالانس شيت في نوعين الشركات دول الاثنين واحد. الله، امال ايه بقى اللقطه في ايه؟ قال لك والله اللقطه هنا ان البالانس شيت اللي بنعملها، البالانس شيت اللي بنعملها جوه المرشندايزنج بيزنس هنلاقي فيه ديفرنس واحد بس مختلف عن السيرفيس بيزنس، وهو حساب الانفنتوري اللي احنا لسه قايلينه من شويه. ان انا بيظهر معايا في الاسيتس، مش احنا عارفين ان البالانس شيت عباره عن اسيتس ولايبيليتي واونرز ايكويتي؟ مظبوط. هيظهر معانا في الاسيتس في المرشندايزنج بيزنس حاجه اسمها المرشندايزنج انفنتوري، اللي هو المخزون اللي اتكلمنا عليه من شويه. طيب، نيجي بقى مهمه جدا، مفيش امتحان ما بيجيش فيه البريودك انفنتوري سيستم، مفيش امتحان ما بيجيش فيه الاختلافات ما بين البريودك والبربيتوال. ركز بقى معايا كويس قوي في النقطه دي. دي اسئله من هنا لبكره في التشويسز، واسئله من هنا لبكره في الترو اور فولس. البريودك انفنتوري سيستم هو الجرد الدوري، البربيتوال انفنتوري سيستم الجرد المستمر. طب انا عايز اعرف فيهم ايه؟ عايز اعرف ان في البريودك ركز بقى معايا قوي، الانفنتوري اكاونت نوت ابديتد، ما بيتعملوش ابديت. اما الانفنتوري في البربيتوال بيتعمل له ابديت. يعني انا في البربيتوال الجرد المستمر هعمل ابديت، هخش اشيك على كل البضاعه اللي موجوده في المخزن وازودها وانقصها بعد كل عمليه شراء وبيع. اما في البريودك ما بيكونش ليه ابديت، لكن بيكون ان انا اشيك على المخزون جوه المخازن بعد فتره من الاكاونتنج بيريود. طب ايه الاختلاف التاني؟ لما نيجي نتكلم عن الفيسكال كاونت، زي ما قلنا، لما الفيزيكال كاونت دوت اللي هو انا هخش اعد البضاعه جوه المخازن، اعد المخزون، بيتم at the end of accounting period. اما لما اجي اعمل فيزيكال كاونت او اعد المخزون اللي جوه المخازن في البربيتوال، ده انا هعده بعد كل عمليه سيلز او عمليه بيرشيسز. طيب، ايه الاختلاف التاني؟ الكوست اوف جود سولد، تكلفه البضاعه المباعه. قال لك والله تكلفة البضاعة المباعة بتختلف ما بين البريودك والبربيتوال. ان في البريودك الكوست اوف جود سولد بيتحسب في الاند اوف بيريود اكاونت او الاكاونتنج بيريود. اما الكوست اوف جود سولد بيتحسب في البربيتوال افتر اتش سيل، بعد كل عملية بيع. كل ما نبيع حاجة نخش نحسب الكوست اوف جود سولد. اما في البريودك الكوست اوف جود سولد هنحسبه امتى؟ في نهاية
الفترة المحاسبية. ثالث نقطة في الاختلافات ما بين البريودك والبربيتوال، ان دوت مناسب لمين وده مناسب لمين. قال لك والله البريودك مناسب، اللي هو الجرد الدوري مناسب للشركات اللي بتتعامل مع سمول جودز، عندها كميات صغيرة من البضاعة، كميات محدودة من عمليات السيلز والبرشيسز. اما البربيتوال ده بيكون مناسب اكتر للشركات اللي بتتعامل مع السمول او الليميتد نمبر اوف جودز اند سيلز اند بيرشيسز. احنا هنا عكسنا شباب. تاني البريودك افتكروا كده زي فتح الله، البريودك دوت لارج نمبر من الجودز، عنده كميات مهوله، عشان كده بيحسب الكوست اوف جود سولد في نهايه السنه، مش هيقعد يعد ويعمل فيزيكال كاونت بعد كل عمليه بيع وشراء، لا ده عنده كميات كبيره من البيع والشراء والمنتجات فبيعملها في نهايه السنه زي كارفور وفتح الله. اما البربيتوال ده مفيد جدا للشركات اللي عندها ليميتد اماونت او سمول اماونت من الجودز ومن السيلز والبرشيسز، زي مثلا اجانس العربيات. طيب اخر حاجه في الجزء النظري، اخر حاجه في الجزء النظري يا شباب، الفوب دوت اللي هو الترانسبورتيشن كوست، اللي هو تكلفه النقل البضاعه. عندي حاجه اسمها فوب ديستنيشن وفوب شيبينج بوينت. مين اللي بيدفع الفوب او الترانسبورتيشن كوست في الفوب ديستنيشن؟ السيلر اللي هو البائع، هو اللي هيدفع تكلفة نقل البضاعة. لو الفوب ديستنيشن، يعني هنا بتتسجل في الدفاتر المحاسبية حاجة اسمها فريت اوت، وبتكون جزء من عملية او مصروفات البيع اللي هو السيلينج اكسبنسز. تاني الفوب ديستنيشن، تعالى انا كده نتخيل ان احنا عندنا مصنع بنبيع، احنا اللي بنبيع، احنا اللي بنعمل عملية السيلينج. لو العقد ما بين اللي بنبيع له اللي هو المشتري، الراجل اللي هيشتري مننا، لو العقد ما بيننا ان انا كراجل بياع انا اللي هتحمل البضاعة، فانا هنا بتكلم في فوب ديستنيشن. الفوب ديستنيشن ديت انا اللي هتحمل تكلفة نقل البضاعة، ولما اجي اسجلها هسجلها كمصروف اسمه فريت اوت. وهي الفريت اوت دي بتكون عباره عن السيلينج اكسبنس. طيب لو انا محاسب جوه الشركه اللي بتشتري، يعني الشركه هنا انا هنا محاسب عند المشتري، يبقى الشيبنج اسمه الفوب اسمه شيبنج بوينت. دي ترانسبورتيشن كوست، مين اللي بيدفعها؟ الباير، المشتري هو اللي بيدفع تكلفه نقل البضاعه. طب لما يجي يسجلها هيسجلها بايه؟ هيسجلها بحاجه اسمها الفريت ان، ودي بتكون جزء من ايه؟ الكوست اوف جود بيرشيسز، دي جزء من تكلفة البضاعة اللي انا اشتريتها. احنا كده يا شباب نكون خلصنا كل الجزء النظري اللي في مادة الاكاونتنج. زي ما وعدتك بقى في بداية الفيديو ان انا هعرفك ازاي تحل الاسئلة وتست يور سيلف في الاكزام. اول حاجة هتذاكر كويس جدا الفاينل ريفيجن اللي احنا خدناه بارت 1 اللي انا لسه بشرحه مع حضرتك دلوقتي، تذاكره كويس جدا عشان تلم كل الجزء الثيوريتيكال. جميل، لمينا كل الجزء الثيوريتيكال او الجزء النظري اللي في المنهج، يبقى دوت كده لمينا كل الاسئله بتاعت الترو اور فولس واسئله المالتيبل تشويسز كويستشن. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هنشرح مع بعض الفاينل ريفيجن بارت 2. طب ده كده عبارة عن ايه؟ ده هنا هلملك بأمر الله كل النيوميريكال، كل الكويستشن، يعني هلملك كل القوانين اللي موجودة جوه المنهج بتاعك، وكمان هجمع لك كل الطريقة او كل الطرق اللي بنجمع بيها الفاينانشال، ازاي نعمل فاينانشال ستيتمنت، ازاي نحسب ده من ده، ازاي نعمل بوستنج، عشان كده نكون لمينا المنهج كله. يبقى لك معايا اخر جزء اللي هو حل الاسئله، ان هديلك اسئله بقى على كل اللي فات ده بامر الله. نعرف بقى هنا ايه افكار السؤال بتيجي ازاي، فكره السؤال في الامتحان ازاي، اعرف الفكره وازاي اتدرب على حلها من دلوقتي. انا كده خلصت بارت 1 يا شباب، لو حد عنده اي سؤال يكتب لي في الكومنتس، وبشكركم جدا على وقتكم.